قبل ما نبدأ الفيديو ده يا صديقي، ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امين. واخيرا يا صديقي، من اكتر الفيديوهات اللي اتربط مني الفتره اللي فاتت هو فيلم هالوين او سلسله هالوين، اللي هي شخصيه مايكل ميرز، من اقوى الشخصيات المرعبه في عالم الرعب. صدقني يا صديقي، الفيديو ده من احسن الفيديوهات عن الشخصيات او السفاحين، يعني المرعبين في عالم الرعب، اللي هتشوفها في القناه دي. وبرضو ان شاء الله هنعمل فريدي برضو، وكمان جيسون احنا عملناه قبل كده، ولكن قلنا يعني هنعمل ريبوت كده ليه تاني، وهنعمله بشكل احسن بكتير زي ما هتشوفوا في الفيديو ده كمان. فعايزك تجهز كوبايه شاي كده، وتعمل لايك واشتراك في القناه، وكمان تعمل تعليق عشان الفيديو ده متعوب عليه جدا جدا جدا. شاي جاهز؟ طب يلا بينا. اكيد انت عارف يا صديقي الشخصيه دي كويس، مايكل ميرز من اقوى الشخصيات المرعبه في عالم الرعب، واكيد شفت افلام كتير ليها، وعارف يا صديقي انك تهت والاحداث ما كانتش مفهومه بالنسبه لك، لان التسلسل الزمني لنزول الافلام مش ماشي بالترتيب مع التسلسل الزمني للاحداث. عشان كده انا جمعت لك السلسله بتسلسل الاحداث عشان تستمتع بيها وما تتفصلش. وبالنسبه لشخصيه مايكل بقى، فبتكون دي من اكتر الشخصيات معقده والمش مفهومه في عالم افلام الرعب. طول الوقت صامت كده ومش بيتكلم، والناس صنفوه ببوجي مان. وبالمناسبة سلسلة بوجي مان برضو هنلخصها قريب على القناة. المهم، كل ما يتقتل عمك مايكل ده بيرجع تاني من الموت، عامل زي جيسون وفريدي كده. في الاول ما هتبقى مش فاهم هو ليه بيقتل اهله، او اي حد بيحاول يمنعه انه يقتل اهله بيروح قتله هو كمان. بس مع الاحداث هتفهم ان مايكل اتعرض للعنه اسمها لعنه الشيطان وهو صغير. اللعنه دي اسمها ثورن، وده بيكون بسبب ان في قبيله زمان كانوا عبدة الشيطان ثورن، وثورن ده كان بينشر في القبيله المرض والفقر والموت. وعشان القبيله دي تحمي نفسها منه، كانوا بيختاروا طفل واحد من قبيلتهم وبيتم السيطره عليه من الشيطان. وبسبب كده الطفل بيمتلك قوة خارقة، وبيبدأ يضحي بعيلته في ليلة الهالوين ويقتلهم ويقدم أرواحهم قربان لثورن. وبمجرد قتله ليهم، بقية القبيلة بيتم حمايتها وهتعيش في سلام من غير مرض ولا موت ولا فقر لمدة سنة كاملة. لازم كل سنة بقى تحصل التضحية في عيد الهالوين عشان نفس السبب. بالنسبة بقى لمايكل، فبطريقة ما عيلته كانت بتنتمي للقبيلة دي، وللأسف تم اختياره للتضحية بعيلته واتلعن بلعنة ثورن، وبقى سفاح متسلسل راح ضحيته ناس كتير جدا، واولهم عيلته. يلا بينا بقى نتابع السلسله الرايقه دي ونعرف كل تفاصيلها. اول فيلم معانا هو فيلم هالوين اللي نزل سنه 1978. بيبدا احداث فيلمنا في مدينه هادونفيلد، وتحديدا كده ليله عيد الهالوين سنه 1963. وقتها بنشوف بنت اسمها جوديث ميرز استغلت ان امها وابوها مش موجودين في البيت، وجابت حبيبها يسهر معاها عشان يحتفلوا بالهالوين وكده. ساعتها مايكل ميرز اخوها الصغير كان موجود في البيت، ولما شافها مع حبيبها دخل المطبخ، اخد سكينه واتسلل لاوضه كده بتاع الجودز وطعنها بالسكينه لحد لما خلص عليها. راجل يلا والله. واما امه بقى وابوه رجعوا البيت، بيشوفوا مايكل ماسك سكينه غرقانه دم، وبيكتشفوا ان ابنهم الطفل قتل اخته الكبيره. بعد مرور 15 سنة من الجريمة دي، وتحديدا يوم 30 أكتوبر سنة 1978، بنشوف دكتور سام المسؤول عن حالة مايكل بيكون في مستشفى اسمها سميث جروف للأمراض العقلية، وساعتها كان في عربية مع دكتورة زميلته ومتجهين للمستشفى. وبنعرف ساعتها إن مايكل فضل يتعالج في المستشفى 15 سنة، واما تم ال 21 سنة الشرطة أمروا إنه يكمل محاكمته في السجن. ساعتها سام ما كانش مقتنع بالقرار ده، وبيقول لزميلته إن مايكل شخص شرير متوحش وخطر على اللي حواليه، لأنه ممكن يأذي أي حد، وإنه لازم يفضل تحت الإشراف الطبي وياخد أدوية مهدئة طول الوقت. حرفيا كان خايف من خروج مايكل بره المستشفى. وأول ما بيوصلوا المستشفى بيلاقوا شوية من المرضى هربانين من أوضهم، ومن ضمنهم مايكل. فسام نزل من العربية وراح ينادي على حد يفتح البوابة. ساعتها مايكل نط فوق العربية وهجم على الدكتورة لحد لما وقعها بره العربية، وقتها ركب هو العربية واخد بعضه وقال يا فكيك. بنروح بعدها لمدينة هادونفيلد دي، وبنشوف بنوتة كده اسمها لوري وهي في طريقها للمدرسة. ساعتها بتقابل جارها الطفل تومي، وهو كمان كان رايح المدرسة، والاتنين مشوا مع بعض. وبنعرف ان لوري بتشتغل جليسة اطفال بعد المدرسة، وتومي بيكون واحد من الاطفال اللي بتراعيهم. المهم ان لوري وتومي بيعدوا من قدام بيت عائلة مايرز. ساعتها تومي خاف لان البيت مهجور من وقت الحادثة وشكله بقى مخيف جدا، والناس معتقدة انه مسكون بالعفاريت. بعد ما الشباب مشوا بعيد شوية، بنشوف مايكل واقف قدام البيت وبيراقبهم في صمت. بعدها بتكون لوري في المدرسة، وما بتبص من الشباك بتشوف مايكل واقف بيبص لها من بعيد، وبيكون لابس على وشه ماسك شكله مريب. وبنلاحظ ان لوري خافت منه شويه. بنروح بعدها لدكتور سام اللي بيكون ساعتها في طريقه لمدينه هادونفيلد عشان يبلغ الشرطه هناك ان مايكل هرب، لانه واثق انه هيرجع على بيته.
اول ما كان انطلق فيه الشر اللي جوه مايكل، وخصوصا ان النهارده عيد الهالوين. وهو في السكه كده بيشوف هدوم المستشفى اللي كان مايكل لابسها مرميه على الطريق، وجنب منها جثه شخص كده من غير هدوم، وده مايكل قتله عشان ياخد هدومه ويلبسها. بالنسبه للوري فبتكون خرجت من المدرسه هي واصحابها اني وليندا، وهم في طريقهم للبيت بيعدي عليهم مايكل وهو سايق العربيه وبيبص لهم بصات مريبه كده، وبرضه لوري خافت منه وبقت قلقانه. اما ليندا بقى واني فكانوا بيخططوا هيقضوا ليله الهالوين فين ومع مين، وبعد كده كل واحده منهم راحت على بيتها. وقتها لوري بصت من شباك اوضتها ولقت مايكل واقف يبص لها برضه. هنا بقى البنت بتخاف جدا وبعدت عن الشباك بسرعه، واما رجعت تبص تاني لقيته اختفى، وده خلاها تخاف اكتر. ساعتها اني كلمتها في التليفون وقالت لها امي سمحت لي اخد العربيه بتاعتها النهارده، انا هعدي عليكي اخدك عشان نتصرمح شويه. في الوقت ده بنشوف سام وصل المدينه، واول حاجه عملها راح على قبر جودز عشان يشوف مايكل هناك ولا لا. بس المشكله بقى انه بيلاقي القبر مفتوح وجثه جودز مش موجوده، وده اكد له ان مايكل موجود هنا وهيعمل مصايب كتير. بنروح بعدها لاني ولوري اللي بيكونوا لسه بيلفوا بعربيه، وبالصدفه كده بيقابلوا المأمور براكيت والد اني، وبيكون ساعتها بيحقق في سرقه محل، وبيقول لهم ان في حد سرق من المحل ده اقنعه وسكاكين وحبال، واحنا بنعمل تحرياتنا عشان نعرف هو مين. ساعتها البنات بيمشوا وبيسيبوه يكمل شغله. وقتها دكتور سام جه يقابل براكيت وحكى له قصه مايكل، وقال له انت لازم تأمن المدينة كويس جدا لان وارد يحصل جرائم قتل كتير الليلة دي. بعدها سام وبراكت راحوا على بيت عائلة مايرز عشان يفتشوه، وما دخلوا لقيوا كلب لسه مقتول جديد، وسام بيقول له اكيد مايكل كان هنا وهو اللي قتله. ساعتها براكت حس ان الموضوع بجد، فقال لي سام استنى هنا عشان لو مايكل جه تثبته، وانا هروح ابلغ في الاسم عشان نأمن المدينة كويس. في نفس الوقت ده بيكون لوري قاعدة مع تومي في بيته لان اهله مش موجودين. بالنسبة لأني فبتكون هي واختها الصغيرة لانسي قاعدين في البيت لوحدهم برضه. ساعتها بول حبيب أني اتصل بيها وقال لها أهلي خرجوا من البيت، وطلب منها تروح تسهر معاه. عشان كده أني أخدت لانسي ودتها لوري وقالت لها خليها معاكي على ما أروح أحتفل مع بول وارجع تاني. بالفعل راحت على الجراج وركبت العربية. ساعتها تتفاجئ إن مايكل جوه العربية وفضل يخنقها لحد لما خلص عليها. وقتها الواد تومي شاف مايكل وهو شايل جثة أني وداخل بيها جوه البيت، فالواد فضل يصرخ من الخوف وقال للوري انا شفت الراجل المخيف داخل بيت اني، ولكن لوري فضلت تهديه وقالت له ده اكيد تهيؤات يا حبيبي. بعد شويه بتيجي ليندا وحبيبها بوب على بيت اني عشان يقضوا السهره معاها، وما بيدخلوا البيت ما بيلاقوش حد، فبيطلعوا على اوضه النوم يريحوا شويه. بعدها بوب نزل المطبخ يجيب مشروب. ساعتها مايكل هجم عليه وطعنه بالسكينه وخلص عليه. وقتها ليندا كانت بتكلم لوري في التليفون عشان تسألها عن اني، وفجأة كده مايكل دخل الأوضة وهجم عليها، وللأسف خناها وخلص عليها هي كمان. ساعتها بقى لوري سمعت ليندا وهي بتصرخ فأخذت بعضها وراحت تشوف حصل لها ايه. أول ما بتوصل بتفضل تفتش في البيت بس ما بتلاقيش حد، فطلعت على أوضة النوم، وهنا صديقي كانت الصدمة لأنها لقت أصحابها الثلاثة مقتولين. ساعتها مايكل هجم عليها هي كمان وجرحها بالسكينة في إيديها. من خوفها الشديد وقعت من على السلم، بس سريعا كده خرجت من البيت وراحت على بيت تومي. واول ما دخلت النور قطع عليها والتليفون كمان اتعطل. فجأة لقيت مايكل في وشها وكان هيطعنها بالسكينة، ولكن لوري طعنته في رقبته بسيخ حديد كده ورقدته في الارض وتخيلت انه خلاص مات. ولكن وقتها طلعت فوق تطمن على تومي ولانسي، وللاسف مايكل بيكون فاق وطلع وراها. وفي لحظتها صديقي لوري خبت الاولاد جوه الاوضه وقفلت عليهم، وهي دخلت اوضه تانية واستخبت في الدولاب. اما مايكل ففضل يفتش عليها لحد لما لقاها فعلا وكان على وشك انه يقتلها، ولكن لوري طعنته بحته حديده في عينيه. ساعتها مايكل وقع على الارض وبرضه لوري افتكرته مات، وبسرعه كده راحت خرجت الاولاد من الاوضه وقالت لهم روح على بيت الجيران وقولوا لهم يتصلوا بالشرطه. فعلا الاولاد نزلوا الشارع وهم بيصرخوا من الخوف. ساعتها شافهم دكتور سام وعرف ان مايكل موجود جوه البيت ده. وقتها بيكون مايكل فاق وهجم على لوري التاني، ولكن سام وصل في الوقت المناسب وضرب عليه نار. ساعتها مايكل وقع من شباك الاوضه وسام شافه مرمي جثه على الارض، ولكن سريعا كده بيلاقيه اختفى من المكان. يلا بقى نخش على فيلم هالوين 1981. بعدها سام نزل يفتش عليه حوالين البيت ولكن من غير فايده، كانه فص ملح وداب. ساعتها قابل المأمور براكيت وقال له انا ضربت مايكل 6 طلقات في قلبه ومع ذلك لسه عايش وكمان هرب. فبراكيت اخده معاه في العربيه عشان يفتشوا عليه. وقتها بنشوف مايكل اتسلل لبيت في نفس الشارع ده، وبتكون موجوده في البيت بنت كده في سن المراهقه، وللاسف مايكل هاجمها بالسكينه وخلص عليها. وقتها الشرطه والاسعاف خدوا خبر بكل جرائم القتل دي ووصلوا المنطقه، ونشوف الاسعاف بتنقل لوري للمستشفى، وعاملين بتوع الاسعاف بيكونوا شخصين وهم جيمي وباد. بنلاحظ ان جيمي مهتم بلوري حبتين وتقريبا كده معجب بيها. في نفس الوقت ده بيكون سام وبراكت لسه بيلفوا بالعربيه. ساعتها سام شاف ولد لابس ماسك يشبه الماسك بتاع مايكل وافتكره هو ونزل ثبته بالسلاح، فالواد خاف منه جدا وجري في نص الطريق. وللاسف بتدخل فيه عربيه شرطه وكمان اصطدمت بعربيه تانية وانفجرت، وللاسف الواد مات محروق يا عيني.
ساعتها الضابط هانت نزل من العربيه وبلغ براكت ان بنته اني ماتت لانها كانت ضحيه من ضمن الضحايا اللي مايكل قتلهم. وجماعه بقى بعد ما سمعوا الخبر ده اخدوا بعضهم وراحوا على البيت، وهناك سام طلب من هانت يروح معاه يفتش على مايكل. هانت بقى قال له انت مش قلت ان الواد اللي شفته لابس ماسك يبقى هو مايكل؟ وخلاص اهو مات وخلصنا منه. فسام قال له انا مش متاكد اذا كان الواد ده هو مايكل ولا لا. وبمناسبه مايكل فبنروح بقى لمايكل اللي بنشوفه بيتجول في شوارع المدينه لحد لما وصل المستشفى اللي لوري موجوده فيها. ساعتها كان جيمي وباد بيتابعوا الاخبار على التلفزيون وبيعرفوا ان السفاح اللي قتل الشباب يبقى مايكل مايرز اللي قتل اخته من 15 سنه. فجيمي راح بلغ لوري ان الشخص اللي حاول يقتلها يبقى مايكل مايرز، والبنت كانت مستغربه جدا انه ليه رجع بعد كل السنين دي يكمل جرائمه في نفس المكان وليه بيطاردها هي بالذات. بعدها بتيجي الممرضه تطمن على لوري وبتقول لها احنا اتصلنا بوالدك كتير ولكنه ما ردش. فلوري قالت لها حاولي مره كمان، فالممرضه حاولت فعلا انها تتصل بيه ولكن لقت التليفون عطلان، فراحت لرجل الامن وطلبت منه ينزل القبو ويامن على سلك التليفون. وللأسف زي ما كلنا متوقعين مايكل بيكون موجود في القبو وضرب الراجل بالبلطة على دماغه وخلص عليه. بالنسبة لسام فبيكون راح المستشفى يحضر تشريح جثة الواد اللي مات عشان يعرف هو مايكل ولا لا، ولأن الجثة مشوهة تماما ما يقدروش يتعرفوا على شكله. ولكن دكتور الأسنان أما كشف على أسنانه أكد لهم أن عمر الولد لا يتجاوز 17 عام. هنا سام قال لهم يبقى ده مش مايكل لأن مايكل عمره 21 ودلوقتي لازم نفتش عليه لأنه طول ما هو حر طليق هيقتل ناس كتير. وقتها بتوصل دكتورة نفسية زميلة الدكتور سام واخدته على جنب كده وقالت له إدارة المصحة بعد ما سمعوا الأخبار دي أصدروا أوامر إنك لازم ترجع المصحة وإلا يا صديقي هتتعرض للمساءلة القانونية لأنك بالشكل ده هتدخل المصحة في مشاكل هي في غنى عنها أصلا. بتقول له كمان أنا جاية عشان أخدك معايا دلوقتي. بالنسبة للوري فبنشوف جيمي دخل يطمن عليها وبتفاجئ إنها مغمى عليها، فجري بسرعة نده على الممرضة عشان تلحقها، ولكن الممرضة نفسها ما عرفتش تعمل لها حاجة فجرت على الدكتور عشان يجي يتصرف. بس المشكله بقى يا صديقي انها بتلاقي الدكتور نفسه مقتول وفجاه كده بتلاقي مايكل في وشها وخلص عليها هي كمان. ساعتها جيمي بيلاحظ ان الممرضه اتاخرت فراح عشان يستعجلها، وما دخل اوضه التمريض لقى الممرضه ميته ودمها مغرق الارض. ساعتها جيمي داس على الدم واتزحلق وللاسف نزل على دماغه واغمى عليه. وقتها بنشوف مايكل دخل اوضه لوري عشان يقتلها ولكنه مش بيلاقيها، وده لان لوري حاسب بوجوده حواليها وغربت من الاوضه وراحت استخبت في اوضه تانية. بعد ما الدنيا هديت كده وبقت تمام خرجت من الأوضة عشان تهرب من المستشفى ولكنها بتلاقي مايكل في وشها وخلص على الممرضة قدام عينيها. وقتها لوري خافت جدا وفضلت تجري وهو كان بيجري وراها ولكنها قدرت تفلت منه وخرجت بره المستشفى وراحت تستخبى جوه العربيه. بالنسبه لسام بقى فبيكون مشي مع زميلته وفي طريقهم للمصحه وهما بيتكلموا زميلته قالت له اداره المصحه اما سمعوا الاخبار وعرفوا ان البنت اللي اتعرضت للهجوم اسمها لوري سترود، عرفوا ان البنت دي تبقى اخت مايكل الصغيره وانه راجع مخصوص عشان يقتلها. تحكي له كمان ان بعد ما مايكل قتل جوتس ودخل المصحه امه وابوه ماتوا في حادثه واخته لوري دي كان عمرها 2 سنين. وقتها عيله ستورد اتبنوها لانها ما كانش ليها اهل يربوها، وقالت له ان كل التفاصيل دي كانت موجوده في الملف بتاع مايكل. ساعتها سام خاف جدا على لوري وقال لها البنت دلوقتي حياتها في خطر ولازم ان احنا ننقذها. بيجبر الضابط اللي سال العربيه يرجع تاني على المستشفى. بالفعل وصلوا المستشفى ودخلوا يفتشوا على لوري وقفلوا وراهم الباب. ساعتها لوري شافتهم وفضلت تنادي عليهم ولكن محدش سمعها تماما. المشكله بقى انها بتلاقي مايكل في وشها فجرت على المستشفى وفضلت تخبط لحد لما سام فتح لها وقفل الباب تاني. اما مايكل فكسر الباب ودخل وراها بس سام ضربه كذا طلقه ورقده على الارض. طلب من الدكتوره تروح العربيه تبلغ الشرطه. ساعتها مايكل كان فاق تاني وقام خلص على الضابط وبدا يطارد لوري وسام، ولكنهم دخلوا استخبوا في اوضه كده وسام ادى لوري مسدس عشان تدافع عن نفسها. وقتها مايكل عرف مكانهم وكسر باب الاوضه ودخل هجم على سام وطعنه بالسكينه في بطنه. واما قرب من لوري عشان يقتلها قامت ضرباه كام طلقه في عينيه وعمته. ساعتها مايكل ما بقاش شايف ولا عارف يحدد مكانها فين. في اللحظه دي سام بيخلي لوري تخرج من الاوضه وبوم بيولع في الاوضه ومايكل بيكون جواها. وبعد شويه الاسعاف الشرطه والمطافي وصلوا المستشفى والاسعاف نقلت لوري لمستشفى تانية لان حالتها كانت صعبه جدا جدا. ولكن يا صديقي تفتكر ان مايكل مات من الحريقه دي؟ هنشوف دلوقتي. يلا بقى نخش على فيلم هالوين 1988. بعد مرور 10 سنين يا صديقي على الأحداث دي وتحديدا سنة 1988 بنكتشف إن مايكل وسام اتصابوا بس وقت حادثة حريق المستشفى. حاليا هما الاثنين لسه على قيد الحياه، وبنعرف ان مايكل كل المده دي كان بيتعالج في المستشفى وبعد ما حالته اتحسنت صدر اوامر انه يرجع المصحه النفسيه من تاني. بالفعل عربيه الاسعاف اخذته من المستشفى عشان تنقله للمصحه وهو في الطريق بيكون مع 2 دكاتره. ساعتها الدكتوره سالت زميلها اذا كان حد من اهل مايكل عايش ولا لا، فزميلها قال لها ما حدش عايش من عيلته غير بنت اخته لوري ودي لسه طفله صغيره يعني. ساعتها مايكل سمع الحوار ده والدم غلي في عروقه لان زي ما احنا عارفين يا صديقي مايكل بيسعى دايما انه يقتل كل عيلته. فجأة كده هجم على الدكاترة وخلص عليهم عشان يهرب ويروح يقتل بنت أخته.
وبالنسبه للبنت دي فبتكون اسمها جيمي. نعرف ان امها لوري ماتت من سنه، حاليا جيمي عايشه في بيت ابوها ومعاهم مرات ابوها وبنتها ريتشل. بالنسبه لجيمي فبتكون عارفه ان خالها يبقى مايكل مايرز، وعارفة كل الجرائم اللي ارتكبها كمان، برغم انها ما شافتهوش ولا مرة، الا انها دايما بتشوفه في احلامها وبيكون عاوز يقتلها. الليلة دي شافت نفس الكابوس وفضلت تصرخ. سريعا كده عيلتها جروا عليها وهدوها. على تاني يوم بيكون ده يوم عيد الهالوين، وقتها الاب والام طلبوا من ريتشل انها تفضل في البيت مع جيمي لان هم معزومين على حفلة مع اصدقائهم. في نفس الوقت ده بنشوف سام وصل المستشفى اللي كان فيها مايكل واتخانق مع الدكتور انه خرجه من المستشفى، وبيقول له النهارده عيد الهالوين ووارد جدا جدا انه يهرب ويروح على مدينة هادونفيلد ويرتكب نفس الجرائم تاني. ساعتها بيجي لهم اتصال وبيبلغوهم ان العربيه بتاعه الاسعاف عملت حادثه وكل اللي فيها ماتوا. هنا سام اخد بعضه وراح لمكان الحادث، واما شاف عدد الضحايا اكتشف ان مايكل مش موجود وفهم انه هرب. عشان كده سام قرر يروح المدينه بتاعه هادونفيلد دي عشان يبلغ الشرطه هناك. وهو في الطريق بقى عدى على بنزينه كده يمون بنزين، واما دخل يدفع الحساب لقى كل العمال مقتولين. فجاه لقى مايكل خارج من الجراج بعربيه وهرب من المكان بسرعه. وعلى بالليل سام بيكون وصل المدينه ووصل قسم الشرطه وقابل المأمور بن وبلغه ان مايكل هربان واكيد جه على هنا عشان يقتل جيمي بنت اخته، وبيقول له ان مايكل ده مستحيل يكون بشري وانه شيطان ماشي على الارض حرفيا، عشان كده لازم تعملوا المدينه كويس وتعملوا حظر تجول. ساعتها بن اقتنع بكلامه وقال له يلا بينا نروح نشوف جيمي فين عشان نأمنها. وبالنسبه لجيمي فبتكون هي وريتشل بيلفوا على البيوت ياخدوا شوكولاته بتاعه العيد. من ضمن البيوت دي بيت المأمور بن، واللي بتفتح لهم بنت اسمها كايلي. وقتها ريتشل شافت بريدي حبيبها عند كايلي واكيد يعني بيخونها. ساعتها بريدي جري عليها عشان يضحك عليها بكلمتين، ولكنها اتخانقت معاه وسابته ومشيت. وقتها بتكتشف ان جيمي اختفت من مكان ومشيت مع الاطفال التانيين. فضلت تفتش عليها في كل مكان لحد ما لقيتها. في نفس الوقت بيوصل بن وسام واخدوهم على الاسم عشان ده مكان يقعدوا فيه، لكن الكارثه بقى اما وصلوا بيلاقوا مايكل هجم على الاسم وقتل كل الضباط الموجودين. واما خرجوا من الاسم لقوا اهالي المدينه وصلوا معاهم اسلحه وقالوا لبن احنا هنتعاون معاك عشان نفتش على مايكل ونخلص عليه. وقتها بن سمح لهم يتعاون معاه، وكمان كلم الضابط لوجان اللي بيأمن بيت جيمي وقال له احنا رايحين على البيت عندي عشان نقعد هناك على ما يجي لنا دعم الشرطه يعني، وقال له جيب بعضك وتعالى بسرعه. ساعتها بنشوف مايكل مستخبي في عربيه لوجان، وبكده لوجان هيوصل مايكل لحد جيمي بالسلامه. وبالفعل الجماعه كلهم وصلوا بيت المأمور وقفلوا كل الابواب وامنوا البيت كويس جدا. وقتها سام قال لهم انا هروح على بيت جيمي لان اكيد مايكل هناك دلوقتي عشان يخلص عليها، وان لقيته هعمل اللي عليا واخلص عليه. اعمل اللي عليا واخلص عليه سهله. وقتها بينه وكمان بيخرج يتجول في المدينه كده عشان يقوم بواجبه كمأمور شرطه يعني وكده، ويحلل الفلوس اللي بياخدها اخر الشهر. وبعد خروجهم بدقايق مايكل ظهر في البيت وخلص على لوجان وكمان خلص على كايلي في نفس الوقت. وقتها ريتشل نزلت تقعد معاهم شويه، بس للاسف اتفاجئت بالمشهد المرعب ده وفضلت تصرخ. بسرعه كده طلعت تطمن على جيمي. في الوقت ده بريدي سمع صريخها ونزل يلحقها، وفجاه لقوا مايكل في وشه وللاسف هجم على بريدي وخلص عليه. هنا ريتشل اخذت جيمي وطلعوا فوق سطح البيت، اما مايكل فكان وراهم خطوه بخطوه، عشان كده ريتشل ربطت جيمي في حبل ونزلته لتحت عشان تخليها تهرب. اما مايكل بقى فكان وصل لريتشل وفضل يهاجمها بالسكينه، وللاسف البنت وقعت على الارض وفقدت الوعي. ويا عيني جيمي فضلت تصرخ وهي بتحاول تفوقها، بس المشكله هنا بتلاقي مايكل بيقرب منها فاخدت بعضها وجريت بسرعه. ساعتها سام بيلاقيها واخدها وراحوا استخبوا في المدرسه. كالعاده بيلاقوا مايكل عامل لهم سيربرايز وضرب سام ورقاده في الارض وفضل يطارد جيمي عشان يقتلها، لكن ريتشل فاقت وجابت طفايه الحريق وفضلت تضخها في وشه وانقذت جيمي منه، وهما الاثنين هربوا. وفي طريقهم بيقابلوا اهل المنطقه، والرجاله اقترحوا على البنات انهم ينقلوهم بره المدينه خالص لحد لما يخلصوا على مايكل. وبالفعل اخدوا البنات في العربيه واتحركوا من المكان. وهم في السكه بنكتشف ان مايكل كان متشعبط في العربيه وللاسف خلص على كل الرجاله. فريتشل سايت هي بكل سرعتها، وبسبب قوه الدفع مايكل وقع من فوق العربيه. كمان ريتشل داست بنزين وجريت عليه ودهسته. وقتها العربيه بتاعت الشرطه وصلت للمكان وضربوا مايكل برشاشات وآلي ومدفعيات وليله كبيره قوي قوي قوي، لدرجه ان الارض اتهدت من تحتي وهو اتدفن جواه. بعدها بين اخذ البنات ورجعهم بيتهم بالسلامه، وسام بيكون لسه على قيد الحياه وبيجي يطمن ان البنات بخير. ووقتها والده ريتشل اخذت جيمي على اوضتها عشان تعمل لها شاور، وفجاه كده الجماعه بيسمعوا صريخ ست الحبايب. اما بيطلعوا يشوفوا حصل ايه بيلاقوا جيمي طعنتها بالمقص، وزي ما يكون كده مايكل كان مستحوذ عليها. يلا بقى نخش على فيلم هالوين 1989. بالنسبه لمايكل بقى فبيكون لسه عايش، وكمان لقى نفق تحت الارض اللي وقع فيها وخرج منه. وبعد مرور سنه على الاحداث دي بنشوف جيمي محجوزه في مصحه نفسيه للاطفال وبتكون فقدت النطق من وقت الحادثه. في الليله دي جيمي بتشوف كابوس، بتشوف ان مايكل بيقتل شخص كده. الغريب ان وقتها مايكل كان بيقتل الشخص ده فعلا. تحس كده ان في رابط مشترك بينهم.
وقتها جيمي جات لها حالة صرع والدكاترة حاولوا انهم يهدوها. دكتور سام بقى وصل هو والبلطو اللي ما قلعوش من اول جزء ده، وقال للدكاترة البت دي شكلها عارفة حاجة عن مايكل وعايزة تقول لنا عليها ومش عارفة. وعلى تاني يوم بنشوف ريتشل وتينا صاحبتها ويزوروا جيمي. ريتشل بتقول لها النهارده عيد الهالوين ومش هنقدر نجيلك بالليل لاننا نحتفل مع اصحابنا. وبالنسبه لسام فبيجي يزور جيمي هو كمان. وقتها حد كده حدف طوبة على الشباك وكسر الازاز، بيكون مع الطوبة دي رسالة مكتوب فيها انا هقتل البت دي يوما ما. والاكيد ان الكل الموجودين قلقوا جدا، ولكن مطمنين ان جيمي في المصحة ومعاها ناس كتير بتراعيها يعني. ريتشل بقى اخدت بعضها ورجعت البيت عشان تجهز نفسها للسهر. وقتها بتسمع صوت ازاز بيتكسر في الاوضه التانية. اما بتروح تشوف حصل ايه بتلاقي صوره جيمي متكسره، وفجاه كده مايكل بيظهر لها وبيخلص عليها. على الناحيه التانية جيمي بتكون شايفه المنظر ده وبتجيلها حاله الصرع مره تانية بسبب خوفها على ريتشل. بعدها بنشوف تينا وسامي اصحاب ريتشل راحوا لها البيت يقعدوا معاها، لكنهم ما لقوهاش ففكروها غيرت رايها وسافرت مع امها تقضي معاها عيد الهالوين. بالنسبه لسام فبيكون لسه عنده شك ان جيمي عارفه مكان مايكل او اي معلومات عنه، والمره دي راح سالها هي عارفه ايه بالظبط. طلب منها انها تساعده انه يلاقيها ويتخلص منها. في الوقت ده بنشوف شخص مجهول كده نزل من الباص وبدأ يتحرك في المدينة ووصل لحد بيت عيلة مايرز. احنا لسه مش عارفين ده مين ولكن هنحتاجه قدام. بنروح بعدها لتينا وسام وبيكونوا قابلوا اصحابهم مايك وسبيس. وساعتها تينا بتكون جابت لمايك قناع مخيف كده هديه بتاعت الهالوين وقالت له ابقى البسه بالليل في الحفله. وقتها بيكون مايكل واقف يراقبهم من بعيد، وبعد ما الشباب مشوا راح هجم على مايك وخلص عليه. وعلى بالليل مايكل بياخد عربيه مايك وكمان بيلبس القناع اللي تينا جابته له هديه، وبيروح ياخد تينا من البيت على انه مايك عشان يسهروا مع بعض يعني. هما في السكه تينا بتقول له يقف قدام بنزينه كده عشان تنزل تشتري حاجه. وقتها جيمي كانت بتحتفل بالهالوين في المصحه وبتشوف ان تينا في خطر وجات لها حاله الصرع. فسام سألها هي عارفة ايه. هي بقت ترد عليه بصعوبة لكنها قدرت تقول لهم ان تينا في خطر، وكمان ادت لهم العنوان اللي هي فيه. سريعا كده الشرطة وصلت المكان واخدوا تينا وجابوها على المصحة. اول ما جيمي شافتها نطقت اخيرا من فرحتها. شافتها فرحتها قافية، كان بعمل قافية في اما تينا بقى فبتقول لها ان مايكل ما ظهرش ولا حاول يقتلني. بتقول لها ما تقلقيش عليا انا بخير. ومن غبائها بتقول لهم انا هروح اكمل السهرة بتاعتي وبتسيبهم وبتمشي ويا ريتها ما مشيت. في نفس الوقت سام بيخلي 2 ضباط شرطه يروحوا معاه للمكان اللي هتروحوا عشان يامنوها. اما جيمي فبتكون خايفه عليها جدا وهربت من المصحه عشان تروح تنقذها. وقتها بيقابلها زميلها بيلي وبيقرر يروح معاها كمان. بالنسبه لتينا وسام وسبيس فبيكونوا في الحفله ومبسوطين جدا. فجاه كده هبت معاهم يروحوا حظيره موجوده جنب البيت، وبالفعل راحوا وفضلوا يهزروا مع بعض شويه. بعدين تينا سابتهم ورجعت الحفله تاني. في الوقت ده بيكون مايكل موجود في الحظيره وهجم على سبيس وسام وخلص عليهم. بعد شويه كده الحفله بتنتهي وتينا بتروح الحظيره تنادي على اصحابها عشان يمشوا، وللاسف بتلاقيهم جثث وغرقانين في دمهم. اما بتروح تتحمى في ضباط الشرطه بتلاقيهم هم كمان مقتولين. هنا بنشوف مايكل راكب عربيه وبدا يطاردها. على الناحيه التانيه جيمي بتكون وصلت. اما مايكل شافها جري وراها هي والبت لففته الغابه 7 لفات لحد لما لبس في شجره والعربيه اتدمرت. ولكن يا صديقي مايكل بيكون لسه عايش كالعاده المعتاده. اما نزل من العربيه لقى تينا في وشه وقام طاعنها بالسكينه. ساعتها جيمي وبيلي خافوا وفضلوا يجروا. فجاه كده بيلاقوا سام في وشهم وكمان الشرطه وصلت واخدوه من مكان. وقتها سام قال لجيمي هتساعديني يا بنت تقتل مايكل ولا لا؟ قالت له قول لي عاوزني اعمل ايه وانا هعمله يا باشا. وبالفعل سام والشرطه اخدوا جيمي على بيت مايكل عشان يستدرجوه يجي لهم على هناك. طبعا الشرطه بتكون منتشره في كل مكان، ولكن للاسف بيجي لهم اخبار ان مايكل هاجم على المصحه اللي بتتعالج فيها جيمي. فالشرطه راحت على المصحه وما تبقاش مع جيمي غير 2 ضباط وسام بس. في وقتها بقى مايكل هاجم على الضباط اللي بره البيت وخلص عليه. واما زميله سمعوا على سلكي وهو بيموت خاف وكان عاوز يمشي هو وجيمي، ولكن سام حاوصوا في الاوضه بالقوه عشان يكملوا العمليه اللي بداوها. واما سام نزل تحت لقى مايكل في وشه، وللاسف مايكل طعنه بالسكينه. وبعدين طلع على الاوضه اللي فيها جيمي وكسر الباب. واما دخل مسك الضابط وخلص عليه. وقتها بتكون جيمي هربت واستخبت في المكان اللي بيمرروا منه الهدوم على اوضه الغسيل، بس للاسف مايكل عرف مكانها وحاول يطعنها، فالبنت من خوفها وقعت لتحت. اما مايكل نزل تحت لقى الباب اللي هتخرج منه مقفول وبرضه ما عرفش يطولها. ساعتها جيمي فضلت تعافر لحد لما طلعت وخرجت من الباب اللي فوق وراحت استخبت في اوضه تانية. والصدمه انها بتلاقي جوه الاوضه جثث كل الشباب اللي مايكل قتلهم. وقتها بيجي مايكل يطاردها تاني وجيمي جريت منه تاني، والمره دي بتلاقي سام في وشها، فسام اخدها وفضل يمشي بيها عشان يستدرك مايكل لحد عنده. بالفعل ده حصل ومايكل فضل يقرب لحد لما وقع في فخ، وسام كتفه جوه شبكه من سلاسل الحديد كده، وسام فضل يضربه بخشبه كلها مسامير على دماغه لحد لما خلص عليه.
وفي النهاية سام وقع فوقيه واغمى عليه. بعدها الشرطة وصلت واخدوا مايكل على الحبس، وجيمي شافته بعينيها وهو جوه زنزانة. ساعتها الضابط اخدها عشان يرجعها المصحة. في الوقت ده بنشوف الشخص المجهول ذات الرداء الاسود والقبعة السوداء وصل الاسم وضرب نار على كل الموجودين. واما جيمي دخلت تشوف حصل ايه، لقت كل الضباط مقتولين. وبالنسبة لمايكل فبتلاقي الزنزانة بتاعته مفتوحة وهو هربان منها. يلا بقى ننط ونخش على فيلم 1995. بعد الأحداث دي كلها صديقي ب6 سنين بنشوف جيمي بقت عروسة 5 عليها يعني اللهم لا حسد، وكمان كانت حامل وبتولد في مكان يشبه القبو كده. أول ما ولدت الشخص المجهول ده أخد ابنها في مكان غريب وحفر على بطنه بالسكينة وشم غريب جدا. بعدها بنت ممرضة كده قدرت تاخد الولد من ورا الشخص ده ورجعته لجيمي وقالت لها اهرب بسرعة. بالفعل جيمي اخدت ابنها وهربت. وقتها مايكل ظهر فجأة وبنعرف انه محجوز في المكان ده مع جيمي بقاله 6 سنين. المهم عم السفاحين هجم على الممرضة اللي قربت جيمي وخلص عليها، وبعدين بدأ يطارد جيمي. ولكن جيمي اخدت عربية كده وراحت على مدينة هادونفيلد، واول ما وصلت دخلت سنترال تستخبى فيه. وجوه بيكون في راديو كده شغال على برنامج لشخص اسمه باري كان بيتكلم عن جرايم مايكل، لان تاني يوم هيكون عيد الهالوين يا صديقي، وكل عيد هالوين بيتكلموا عن الذكرى السيئة دي لأن جرايم مايكل مرتبطة باليوم ده. ساعتها جيمي اتصلت بالبرنامج وقالت له أنا جيمي ومن موقعي ده بقول لك مايكل راجع، وبتوجه كلامها لدكتور سام وبتقول له لو سامعني تعالى ساعدني أنا وابني لأن مايكل بيطاردنا. وبالفعل سام كان قاعد يسمع الراديو في الوقت ده وعرف إن مايكل رجع بالسلامة. وكمان بيظهر معانا تومي الواد اللي كانت لوري الجليسة بتاعته وهو طفل، حاليا هو بقى شاب كبير وبقى زي الشحط، وكان قاعد يسمع الراديو وواضح انه مهتم بموضوع مايكل جدا جدا. وبالمناسبة هو بيكون ساكن في البيت اللي قدام بيت عائلة ميرز. وبالنسبة لمايكل فبيكون وصل السنترال وبدأ يفتش على جيمي، بس هي خرجت من المكان وهربت بالعربية. اما مايكل فاخد العربية وجري وراها. في النهاية قدر يلاقيها وللأسف خلص عليها. اما راح ياخد الطفل من العربية ما لقاهوش لأن جيمي بيكون خبته في مكان لأنها عارفة إن مايكل هيخلص عليه. وعلى تاني يوم اللي هو يوم عيد الهالوين بنشوف عيلة جون سترود، وجون ده يبقى أخو الشخص اللي اتبنى لوري وهي طفلة. وبنعرف ساعتها إن العيلة دي ساكنين حاليا في بيت عائلة مايرز بعد ما اتجدد. والغريب إنهم ما يعرفوش إن مايكل كان عايش هنا وقتل أخته كمان هنا، لأنهم كانوا عايشين بره كل السنين اللي فاتوا دي، ولو عرفوا ما كانوش عتبوا ناحية البيت ده أصلا. العيلة دي بقى بتكون مكونة من أب وأم اللي هم جون وديبرا وابنهم تيم وبنتهم كارا وابن كارا الطفل داني. أثناء كلهم كانوا قاعدين يفطروا جون اتخانق مع كارا وضربها بالقلم. ساعتها داني اتحمق عشان امه يعني، وكلمه اتحمق دي يعني اللي هو ايه عرق الرجوله طق يعني، فاهم؟ عرق الرجوله طق برضه عشان لو انت مش فاهم يعني متضايق عشان هو راجل يا جدعان راجل. مسك السكينه لجون وكان عاوز يطعنه، بس كارا اخدتها منه وهدته وقالت له سيقها سيقها. وبعدين خرجت من البيت هي وتيم عشان يروحوا الجامعه. تعدي عليهم بس حبيب التيم وكلهم مشوا مع بعض. هما بيوصلوا الجامعة كارا بيقع من شنطتها شوية أوراق كده، وفي وسطهم بتلاقي رسمة داني ابنها كان هو راسمها لعيلة ومعاهم طفل في ايديه سكينة كده وقتل كل عيلته، ومكتوب جنبه كلمة ثورن. طبعا كارا استغربت جدا من الرسمة المرعبة دي ومش فاهمة ليه ابنها يرسم حاجة مرعبة زي دي أصلا. بالنسبة لتومي بقى صديقي فبيكون راح للسنترال عشان يشوف جيمي هناك ولا لا. أما بيوصل بيلاقي آثار دم على الأرض، فضل يتتبعها لحد ما وصل للحمام. هناك بيسمع عياط الطفل الصغير ابن جيمي وبيكتشف انها مخبياه جوه دولاب كده. فتومي اخذ الطفل ومشي من المكان بسرعه. اما سام فبيكون عرف بحادثه جيمي وراح المستشفى عشان يحضر التحقيق. وقتها تومي بيكون وصل المستشفى والطفل عشان يطمن على صحته. وهناك بيقابل سام وبيقول له ان الطفل ده ابن جيمي، وبيقول له ان عيله ستورد عايشين حاليا في بيت مايكل مايرز واكيد وجودهم في البيت هيكون خطر على حياتهم. وبيقول له لازم نتقابل بالليل عشان نشوف هنتصرف مع مايكل ازاي. وبعدها سام راح بيت مايرز وقابل ديبرا وحكى لها قصه مايكل وقال لها لازم تمشي من البيت حالا. وبالفعل الست لمت شنطه هدومها عشان تمشي، ولكن للاسف مايكل بيكون وصل وخلص عليها. بعدها كارا بترجع البيت ومش بتلاقي امها، ولكن بتلاقي داني في اوضته ومعاه تومي. وما سالت تومي هو هنا بيعمل ايه قام حكى لها كل حاجه واقنعها تروح معاه بيته. واول ما وصلوا بدا يشرح لها شويه عن الوشم اللي لقاه موجود على بطن الطفل، وبيقول لها ان دي لغه قديمه عباره عن رموز وموجوده من 500 سنه قبل الميلاد. بيقول لها كمان ان اول كاهن استخدم السحر ده كان شخص عابد للشيطان اسمه ثورن، ومن بعده الناس استخدموا الرموز دي في طقوس شيطانيه لاعمال السحر. وبسبب السحر ده انتشر امراض وفقر وناس كتير ماتت. وقتها الناس عرفوا طقوس تخليهم يتفادوا الاذى ده، ومن شروط الطقوس انهم يختاروا طفل
ويرموا عليه لعنة ثورن عشان يضحي بعيلته في ليلة الهالوين، لأن التضحية بعيلة واحدة هتمنح الحياة لقبيلة كاملة زي ما قلت لكم الكلام ده كله في أول الفيديو. وبيقول لها ده بالظبط اللي حصل لمايكل، وإنه ملعون بلعنة ثورن عشان كده بيخلص على كل عيلته. فعلا نفس الوشم اللي على بطن الطفل بيكون موجود على إيد مايكل. ساعتها كارا افتكرت الرسمة بتاعت داني وقلت عليه جدا لأنه كده هيتعرض لنفس اللعنة، بس تومي طمنها إنه يحميها هي وابنها وسابهم وراح يقابل سام عشان يقرروا هيعملوا إيه. وقتها جون بيكون رجع البيت وما لقاش حد خالص. اما راح القبو ويشوف ديبرا بيظهر له مايكل هناك وخلص عليه هو كمان. بعدها تيم وبيث وصلوا البيت يكملوا السهرة مع العيلة، ولكنهم ما لقوش حد، فاضطروا بقى ايه انهم يحتفلوا لوحدهم. بعد شوية تيم دخل ياخد شاور، وللأسف مايكل هجم عليه في الحمام وخلص عليه. ساعتها كارا بقى بتشوف بيث من شباك أوضة تومي موجودة في البيت، فسريعا كده بقى اتصلت بيها وقالت لها اخرجي من البيت حالا. بس للأسف مايكل بيكون وصل عندها وطعنها طعنات كتيرة جدا لحد لما خلص عليها. في اللحظة دي بقى كارا بتشوف داني من الشباك وهو رايح على بيتهم. طبعا الست اتجننت وخافت جدا على الولد، فبسرعة كده جريت وراه عشان تلحقه. اما دخلت البيت لقيت مايكل في وشها وفضل يطاردها شوية، ولكنها قدرت تهرب منه هي وداني وجريت بسرعة على بيت تومي. وساعتها بيكون تومي وسام وصلوا البيت، وتومي فتح لها الباب قبل ما مايكل يوصل لها ويهجم عليها. اثناء ما هما بيتكلموا الواد داني سمع صوت شخص مخيف بينادي عليه. ساعتها الواد اتحرك كده وراح له وشبه مسحور، وهنا سمعوا صوت الشخص المخيف بيتكلم مع داني في الأوضة التانية. وما بيروحوا يشوفوا مين ده بيلاقوا الشخص صاحب الرداء الأسود. مش ده الغريب إن سام طلع عارفه، معرفش هو عارفه إزاي. بنكتشف ساعتها إن ده دكتور وين مدير المصحة النفسية سميث جروف. عارفين المصحة دي ولا مش عارفينها؟ المهم اللي هو كان بيتعالج فيها مايكل يعني. وطبعا ده بيكون من ضمن القبائل الوثنية اللي بيستخدموا الأطفال في أعمال السحر، وعشان كده كان جاي هو وأفراد من القبيلة بتاعته عشان ياخد داني وابن جيمي يعمل فيهم نفس اللي اتعمل في مايكل. كمان خطفوا كارا عشان يحتاجوها في ولادة طفل جديد للعيلة عشان يضحي بيها بعدين، وهكذا. بعدها سام وتومي راحوا وراهم على المستشفى عشان ينقذوا كارا والأطفال، وبالفعل تومي قدر يوصل للأوضة اللي فيها كارا. وأثناء ما كان بيحاول يفتح الباب بيلاقي مايكل بيقرب منه عشان يقتله، لكن سريعا كده قدر يفلت منه هو وكارا ودخلوا استخبوا جوه أوضة تانية. ومن شباك الأوضة دي شافوا وين وكل الدكاترة في أوضة العمليات والأطفال بيكونوا موجودين معهم. في الوقت ده مايكل كان بيتحرك في كل أنحاء المستشفى، وفجأة كده دور الضرب في كل الدكاترة والممرضين وخلص عليهم كلهم حرفيا. ساعتها تومي وكارا أخدوا الأطفال وراحوا استخبوا في المعمل، وكالعادة مايكل كان وراهم خطوة بخطوة. وهنا تومي ظهر له فجأة وحقنه بكذا حقنة مخدر كده، بس مايكل ما حوقش فيه يعني حاجة ومسك الواد ده خنقه لحد لما أغمى عليه. وساعتها كارا هجمت عليه بماسورة حديد وضربته على راسه. وقتها تومي كان فاق وقام كمل ضرب فيه بالماسورة لحد لما خلص عليه، أو هو فاكر نفسه خلص عليه يعني. بعدها خرجوا وكارا والأطفال من المستشفى وطلبوا من سام يركب معهم، ولكنه رفض وقال لهم أنا لسه عندي شغل ولازم أخلص. هو طبعا يقصد مايكل لأنه عارف ومتأكد إنه لسه ما ماتش. يلا بقى نخش على فيلم هالوين 1998. بس قبل ما نخش، لو كوباية الشاي اللي معاك خلصت وده أكيد يعني روح اعمل لك واحدة تانية أو اعمل كوباية قهوة أو كوباية عصير أيا كان، المهم اعمل لك حاجة تشربها أو تاكلها يعني لو جوعت ويلا نكمل الفيديو. وبرضه ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو لو لسه عملتش يعني لأن أنا الواحد صوته بيروح منه. المهم بعد مرور 3 سنين يا صديقي على الأحداث دي بنعرف إن دكتور سام اشترى بيت في مدينة هادونفيلد وعاش فيه آخر أيام حياته هو وممرضة ماريون اللي بتساعده. وحاليا دكتور سام توفى وماريون لسه عايشة في البيت بتاعه. وقبل عيد الهالوين بيومين بنشوف ماريون راجعة من شغلها، وما راحت تفتح الباب لقيته متكسر. خافت جدا تدخل لأنها تخيلت إن في حرامي جوه. ساعتها بيشوفها ولد جارها اسمه جيمي وقرر إنه يدخل يفتش البيت عشان يشوف مين عمل كده. أما دخل ما لقاش حد، ولكن لقى المكتب بتاع سام متكسر وأوراق كتير مرمية على الأرض. فخرج تاني وقال لماريون على اللي شافه وسابها ومشي. أما مارون بقى دخلت البيت لقيت على المكتب الملف بتاع لوري سترود مفتوح، وكأن اللي دخل البيت كان هدفه يعرف المعلومات عن لوري. ساعتها ماريو حست إن في حركة غريبة ومش تمام بتحصل في البيت، ومن خوفها جريت على بيت جيمي عشان تستخبى عنده. بس المشكلة يا صديقي إنها بتلاقي جيمي وصاحبه مقتولين. ساعتها مايكل ظهر لها هي كمان وخلص عليها. تاني يوم بننتقل لشمال ولاية كاليفورنيا، ونكتشف ساعتها إن لوري لسه عايشة وإنها كل الوقت ده كانت هربانة بعيد عن مدينة هادونفيلد. كمان بتكون غيرت اسمها لكيري تايت عشان مايكل ما يقدرش يتتبعها ويوصل لها. وبنعرف إنها اتجوزت وخلفت ولد اسمه جون حاليا منفصل عن جوزها. وكمان بنعرف إنها مديرة مدرسة داخلي كده وعايشة فيها هي وابنها بعيد عن المجتمع والاختلاط بالناس.
وبرغم كل تحفظاتها دي لان مايكل عرف كل حاجه عنها، اما قرا الملف بتاعها الموجود في بيت سام وبنشوفه هو سايق عربيته الجميله ومتجه لشمال كاليفورنيا. وقتها بنشوف لوري خرجت في ديت مع زميلها ويل، وبعد ما بتنتهي المقابله بتروح على عربيتها عشان ترجع المدرسه. وقتها بتشوف جون هو وزميله تشارلي بيتمشوا في الشارع، فلوري زعقت لجون وقالت له انا مش قلت لك ما تخرجش بره المدرسه يوم عيد الهالوين؟ هنا جون انفعل عليها وقال لها طول عمرك حبساني ومش بتسمحي لي احتفل بالهالوين بسبب خوفك من اخوك المجنون، بس لا 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 انا كبرت وهعمل اللي انا عايزه ومش هسمح لي تتحكمي فيا تاني. معرفش كان بتنفس كده ليه الواد ده. طبعا لوري حست انها خنقت الواد زياده عن اللزوم يعني، والصراحه عنده حق يعني. واما رجعوا المدرسه عملت له مفاجاه وسمحت له يروح رحله التخييم مع زمايله عشان يحتفل بالهالوين. وبالفعل الشباب اخدوا بعضهم ومشوا من هنا. راح مايكل مايرز نور المدرسه من هنا وجه وقف قدام البوابه بالعربيه، واما روني حارس الامن خرج يشوف مين لقى العربيه فاضيه. ساعتها مايكل غفله ودخل المدرسه من غير ما روني يحس. في الوقت ده بنشوف جون وشارلي فكسوا للرحله كده ورجعوا المدرسه وهم بيتسحبوا عشان يحتفلوا مع الجيرل فريند بتوعهم اللي هم مولي وساره. بالنسبه للوري فكانت بتحتفل مع ويل بالهالوين ولانها بتحبه وقررت تحكي له كل حاجه عنها، وقالت له اسمي الحقيقي لوري، وكمان حكت له قصه مايكل وقالت له عشان كده انا هربت وغيرت اسمي. وبما ان سيره مايكل اتفتحت وشعور الخوف رجع لها، في لحظتها اتذكرت جون وجري بسرعه تتصل بيه عشان تطمن عليه، ولكنها بتكتشف ان التليفونات عطلانه وبتخمن ان جايز يكون مايكل هنا وهو اللي عطلها ولا حاجه، عشان كده اخدت معاها مسدس وراحت تفتش عليه. في الوقت ده بيكون مايكل موجود في مبنى الطلبه، وللاسف هجم على شارلي وخلص عليه. وقتها ساره شافت شارلي وهو غرقان في دمه، وقبل ما تنطق ولا كلمه كان مايكل هاجم عليها هي كمان وخلص عليها. ساعتها مولي وجون سمعوا صوت خبط ورزع كده فراحوا يشوفوا فيه ايه، واما وصلوا لقوا جثه ساره متعلقه في السقف في مشهد مرعب جدا يا صديقي. ساعتها مايكل ظهر لهم هم كمان وفضل يطاردهم، وللاسف طعن جون في رجله، ولكن مولي ضربت مايكل بالحجر على راسه واخدت جون وجريوا على المبنى تاني. وهنا بقى لوري دخلت لهم جوه المبنى بسرعه وقفت الباب وسريعا كده خبتهم جوه اوضه، وراحت هي وويل يواجهوا مايكل. ساعتها بيلاقوا خيال شخص بيقرب منهم، فويل تخيل انه مايكل وفضل يضرب نار بشكل عشوائي كده، وبعدها بيكتشف ان اللي اتضرب ده الواد روني. وقتها مايكل جه من ورا ويل وطعنه بالسكينه في ظهره، اما لوري فضربت مايكل بطفايه الحريق على راسه وراحت اخدت الشباب من الاوضه عشان تهربهم. وبالفعل اخدتهم في العربيه ووصلت لحد البوابه وسابتهم يخرجوا هم ويروحوا يبلغوا الشرطه، اما هي فاخدت في ايديها بلطه كده ورجعت تاني لمايكل عشان تخلص عليه. ساعتها مايكل هجم عليها وجرحها بالسكينه، فهي كمان طعنته ببلطه وحصلت شويه مطارده بينهم كده، وفي النهايه لوري طعنته بالسكينه في قلبه وحدفته من فوق السور ونزل على الارض ميت. بعدها الشرطه والاسعاف وصلوا وشالوا جثه مايكل في عربيه الموتى. ساعتها لوري اخدت البلطه وراحت ركبت العربيه اللي فيها مايكل وجريت بكل سرعتها، وهي في الطريق مايكل بيكون فاق وحاول يهجم عليها، وعشان كده لوري عملت حادثه والعربيه اتقلبت بيهم. بعدها لوري فاقت وراحت تفتش على مايكل، وبالفعل يا صديقي لقيته مزنوق بين شجره والعربيه ومش عارف يتحرك. في اللحظه دي لوري ضربته بالبلطه على رقبته وفصلت راسه عن جسمه. تفتكر يا صديقي هل كده مايكل مات؟ يعني اتفصل راسه عن جسمه، يعني مصاصين الدماء نفسهم اللي هم ما بيموتوش خالص لو فصلت راسهم عن جسمهم بيموتوا، هل كده بقى هو مات؟ هنشوف. يلا بقى نخش على فيلم هالوين 2002. بعد الاحداث دي ب3 سنين يا صديقي بنشوف لوري محجوزه في مصحه نفسيه. السبب يا سيدي بقى انها جات لها صدمه عصبيه اما اكتشفت ان الشخص اللي هي خلصت عليه ده ما يبقاش مايكل ميرز اصلا، والحقيقه هي ان ده كان واحد من المسعفين اللي دخل يشيل جثه مايكل. بس ساعتها كان مايكل لسه عايش، وللاسف مسك المسعف وكسر له حنجرته، كمان لبسه القناع بتاعه عشان يظهر قدام الناس انه مايكل. ومحدش اكتشف الحوار ده غير بعد ما لوري خلصت على الراجل وشاله من على وشه القناع. حاليا لوري حالتها صعبه جدا وحاولت الانتحار اكتر من مره، والليله دي بالذات شافت مايكل من شباك اوضتها وهو واقف يراقبها. وبالفعل مايكل كان موجود مش تهيؤات ولا حاجه، ودخل المصحة خلص على رجال الأمن وبعدين اتسلل لحد الأوضة بتاعت لوري عشان يخلص عليها. ولكن لوري كانت مجهزة نفسها لاستقباله، وأول ما وصل ضربته وبسرعة كده جريت على سطح المبنى. ساعتها مايكل طلع وراها. هنا لوري كانت محضرة له فخ جميل كده وربطته بالحبل بين رجليه وشعلقته في الجو. قبل ما تخلص عليه كانت عايزة تتأكد هو مايكل فعلا ولا حد تاني، اما قربت منه عشان تشيل القناع اما مايكل طعنها بالسكينه وحدفها من فوق المبنى وخلص عليها. وبعدها بينتقل المشهد لمدينه هادنفيلد وبنشوف المخرج فريدي والمساعده بتاعته نورا وهما بيجهزوا 6 شباب من طلبه اعلام لاول مشروع حقيقي ليهم في البث المباشر.
المشروع يا سيدي بقى هيتم تنفيذه يوم عيد الهالوين، لأن الشباب هيطلعوا في بث مباشر من بيت القاتل المتسلسل مايكل ميرز عشان يكتشفوا حياته وماضيه ويعرفوا إيه الأسباب اللي وصلته يبقى قاتل شرير بالشكل المريب ده. وبالفعل فريدي والشباب وصلوا بيت عائلة ميرز، والشباب جهزوا كاميراتهم ومكشفاتهم وانطلقوا جوه البيت المخيف ده. وقتها بيظهر معانا شاب اسمه ديكارد، وكان بيحتفل بعيد الهالوين في بيت حد من أصحابه، ولأن صديق سارة دخل كده على أوضة المكتب وفتح البث المباشر عشان يتابع الأحداث. وبالمناسبة سارة دي تبقى واحدة من ضمن الفريق اللي بيصور بيت مايكل. اما بنرجع تاني للشباب بنشوفهم قسموا بعضهم مجموعات، كل اتنين بيكونوا موجودين في مكان يبحثوا ويفتشوا ويخرجوا كل التفاصيل المجهولة دي للعلن. ساعتها بنشوف جين وبيل وهم في أوضة جود أخت مايكل وكانوا بيعملوا تقرير عنها. ساعتها بنكتشف إن مايكل موجود في البيت وواقف يراقبهم من بعيد. بعد شوية كده الشباب سمعوا جين بتصرخ، اما راحوا يشوفوها مالها اكتشفوا انها بتحلو عليهم عشان تعيشهم في اجواء الرعب وهاف فن وكده يعني. ساعتها بنشوف كل اصحاب ديكارد اتجمعوا معاه في الاوضه ومستمتعين جدا بالبث المرعب ده. وبالنسبه لبيل فبيكون موجود جوه اوضه كده لوحده، ومايكل خرج من ورا المرايه وخلص عليه. والغريب ان الشباب اللي بيتفرجوا افتكروه مقلب وما اهتموش بالموضوع. اما بقى جيم والدونا فكانوا نزلوا القبو يفحصوه اثناء وجودهم تحت، ومن غير مناسبه كده بيلاقوا جدار انهار وقع فوقيهم. المشكله بقى انهم بيلاقوا ورا الجدار ده جثث كتير للضحايا اللي قتلهم مايك. فجيم اخد اجزاء من جثه كده وطلع يوريها لفريدي. ساعتها دونا دخلت جوه الجدار ده عشان تستكشفه، وللاسف مايكل بيظهر لها فجاه وفضل يطاردها شويه وبعدين خلص عليها. بنروح بعدها لساره وبنشوفها بتستكشف اوضه كده لوحدها. وقتها مايكل ظهر لها فجاه وطبعا البنت خافت وفضلت تصرخ. الشباب اتجمعوا حواليها، وهنا مايكل ظهر تاني بس سريعا كده جيم ضربه بحديد على راسه. وهنا كانت المفاجاه يا صديقي، لانهم بيكتشفوا ان ده فريدي ولابس القناع بتاع مايكل عشان يخلي الاجواء مرعبه وكده. واما الشباب عرفوا كده رجعوا تاني يكملوا شغلهم من غير خوف. وقتها جين لقت جثه بيلي في وشها وفضلت تصرخ. طبعا محدش من الشباب عبرها لانهم فاكرينها بتحلو عليهم تاني. وقتها مايكل جه ووقف جنبها، وبرضه الشباب ما اتحركوش من مكانهم لانهم فاكرينه مين فريدي. ولكن الحقيقه ان لا جين بتكذب ولا ده فريدي، وللاسف مايكل خلص على جين قدام عينيهم كلهم. هنا الشباب أدركوا إنه مايكل فعلا وبدأ يستخبوا منه، ولكن مايكل قدر يصطاد الواد جيم ده بكل سهولة وخلص عليه. أما رودي بقى كان خايف جدا على سارة وفضل يشتت انتباه مايكل لحد لما هي تهرب. وبالفعل الواد فضل يعافر معاه شوية وفي النهاية مايكل خلص عليه هو كمان. أما سارة بقى فراحت وقفت قدام الكاميرا وقالت لديكارد لو أنت بتتابعني دلوقتي ساعدني وكلم الشرطة. وبما ان الكاميرات موجوده في البيت كله وديكارد شايف كل حاجه قالت له كلمني على الايميل وعرفني كل تحركات مايكل. وبالفعل ديكارد فضل يبلغها على كل تحركات مايكل خطوه خطوه. فضلت تتحرك بعيد عنه لحد لما وصلت عند الباب بتاع البيت. هنا بتلاقي فريدي في وشها وقال لها اكتمي خالص يا بت وخلينا نخرج من هنا بهدوء. وقتها مايكل هجم عليهم كالعاده، وهو ومايكل طحنوا بعض شويه قام ضرب، وفي النهايه مايكل حدف من الشباك، ولان كان في حبل قدام الشباك قام مايكل اتعلق فيه من رقبته، والشباب تخيلوا انه خلاص مات. ولكن سريعا كده بيلاقوه دخل البيت تاني، والمره دي طعن فريدي بالسكينه. واما ساره ففضلت تجري لحد لما وصلت اوضه المونتاج، وهناك بتلاقي نورا هي كمان مقتوله. وقتها مايكل بيجي وراها والاتنين ضربوا في بعض شويه، وللاسف حصل ماس كهربي واجزاء من الاوضه ولعت. وبنكتشف ان فريدي لسه عايش وجه ينقذ ساره، وبالفعل لمس شويه سلوك كده في جسم مايكل وحصل ماس كهربي واخيرا مات محروق ومتكهرب. بعدها الشرطه وصلت المكان والاسعاف نقلت جثه مايكل على المشرحه. واما دكتور التشريح بدات تفحصه بنشوفه فتح عينيه وبنكتشف انه لسه عايش. المشهد ده بيفكرني بفيلم تري فاير. فاكرين فيلم تري فاير؟ اما كان في المشرحه برضه وصحي فجأة كده. الفيلم ده احنا عملناه كتير قوي على القناه واتحظر يجي 3-4 مرات لحد ما نزلته على القناه من فتره قريبه يعني، الحمد لله ما اتحظرش يعني. هو موجود برضه على القناه يعني، ابقى اسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الوصف بروحوا بصوا عليه كده بعد الفيديو ده. المهم نخش على فيلم هالوين 2018. بعد الاحداث دي بقى بكده سنه، وتحديدا سنه 2018 بنشوف مايكل رجع مصحه سميث جروف. حاليا الدكتور اللي بيتابع حالته اسمه رامبير. وقبل عيد الهالوين بيوم بنشوف 2 صحفيين وهم ايرين ودانا وصلوا المصحة عشان يشوفوا مايكل لانهم بيعملوا تقرير عن قصة حياته. عشان مايكل ما بينطقش ولا كلمة طول حياته، ايرين حب يستفزه عشان ينطق وقال له انا جايب لك الماسك بتاعك معايا، ها قول لي بقى انت كده مبسوط مني؟ والاجابة كانت ان مايكل ما نطقش برضه وما عرفوش يطلعوا منه باي معلومة. فالشباب قرروا يروحوا على مدينة هادونفيلد عشان يقابلوا لوري سترود ويعرفوا منها القصة كاملة.
هنا بنكتشف ان لوري لسه عايشه وزي الفل. وبالفعل الشباب وصلوا بيتها اللي عباره عن سجن حرفيا، قافله على نفسها 100 باب وقفلوا تباس. وطبعا لوري استقبلتهم، واما ايرين سألها عن تفاصيل قصتها مع مايكل اختصرت الحدوته كلها في ان بسبب مايكل حياتها خربت، وقالت له انا اتطلقت مرتين وبنتي وحفيدتي بعدوا عني لانهم فاكريني مجنونه بسبب هاجس الخوف اللي مايكل معيشني فيه طول عمري. لحد هنا لوري بتنهي المقابله وكله بيبقى تمام، والشباب اخدوا بعضهم ومشوا. اما لوري فبنشوفها وهي بتتدرب على ضرب النار وبتجهز نفسها لاي حركه. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف مايكل ومجموعه من المرضى بينتقلوا من مصحه لمصحه تانية بامكانيات اعلى، وبيكون معاه اثناء النقل دكتور رامبير. بالنسبه للوري فبتكون كارين بنتها هي وجوزها راي وبنتها اليسون عازمينها على العشاء عشان تطلع من مود الخوف والرعب اللي عايشه فيه ده، ولكن لوري ما قدرتش تندمج معاهم وسابتهم ومشيت. في نفس الوقت ده يا صديقي بنشوف الباص اللي كان فيه مايكل مقلوب على الطريق، وللاسف مايكل هرب. على تاني يوم اللي هو يوم عيد الهالوين بنشوف ايرين ودانا وهم واقفين في بنزينه يمونوا بنزين. وقتها دانا اتزنقت واضطرت تدخل الحمام. بعد شويه وقت ايرين حس انها اتاخرت، دخل يشوفها، وهنا كانت الصدمه يا صديقي لانه لقى كل العمال مقتولين ومايكل اخذ هدوم واحد منهم ولبسها. فجأة ايرين سمع صريخ دانا وبسرعة دخل ينقذها، بس للأسف مايكل خلص عليه وعليها في لحظتها. وبعدين خرج وراح للعربية بتاعتهم وأخذ منها الماسك بتاعه ولبسه. وقتها الشرطة بتكون اكتشفت هروب مايكل والخبر انتشر في قنوات الأخبار. وأما لوري سمعت الخبر أعصابها باظت وقلقت جدا وراحت على بيت كارين بسرعة عشان تاخدها هي وعيلتها عندها في البيت لأنها مأمناه كويس. ولكن يا صديقي كارين عملتها على انها مجنونه وبتخرف وطردتها من البيت. في الوقت ده بنشوف مايكل بيتجول في المدينه وبدا يدخل بيوت الناس ويقتلهم من غير رحمه حرفيا. وقتها لوري عدت من قدام بيت كده وشافت مايكل واقف في الشباك، ففضلت تضرب عليه النار ولكنه اختفى فجاه. وبيكون المأمور فرانك موجود هناك وتعاون مع لوري في البحث عن مايكل ولكنهم مش بيلاقوه. وبقية أفراد الشرطة بقى بتوصل وبيجيبوا معاهم دكتور رامبير لأنهم متخيلين إنه هيساعدهم في القبض على مايكل لأنه أكتر واحد عارف كل تفاصيله وبيعرف يتعامل معاه. بعدها لوري والشرطة وصلوا البيت بتاع كارين عشان ينقلوها هي وعيلتها لبيت لوري، والمرة دي كارين أدركت إن أمها مش مجنونة وقررت تروح معاها. بس للأسف أليسون بتكون في حفلة ومش موجودة في البيت، وكلهم فضلوا يتصلوا بيها ولكن تليفونها كان مقفول. وقتها بنشوف أليسون خرجت من الحفلة هي وصاحبها، وللأسف مايكل هجم على صاحبها ده وقتله قدام عينيها الاتنين. فالبنت جيت وفضلت تصرخ من الخوف. وقتها بيعدي عليها فرانك ودكتور رامبير بالصدفة كده واخدوها معاهم في العربيه. وهم في الطريق بقى بيلاقوا مايكل في وشهم، ففرانك خبطوا بالعربيه ورقده في الارض ونزل عشان يضربوا طلقتين كده ويخلص عليه، ورامبير طعن فرانك في رقبته ورقده على الارض. وبعدين سحب مايكل على العربيه ومشي. طبعا اليسون كانت هتموت من الرعب وقالت له انت ليه بتعمل كده؟ قال لها عشان دي اول مره اشوف مايكل وهو حر طليق، وبعد ما كنت بسمع عن جرائمه دلوقتي بس بشوفها بعيني، ومش هسمح لحد يقتله الا لما اشوفه وهو بيقتل. الدكتور طلع مجنون وكمان يا جدعان. على الناحيه التانيه مايكل بيكون فاق واول حاجه عملها قتل الدكتور عاش والله. وكمان سحبه بره العربيه وداس على دماغه فرتكها مليون حته. أليسون في وقتها استغلت انشغال مايكل واخدت بعضها وهربت بسرعه. بعدها مايكل بيروح لبيت لوري وبيخلص على ضباط الشرطه اللي بيأمنوا المكان، وكمان خلص على راي جوز كارين. فلوري شافته من الشباك وسريعا كده اخدت كارين وخبتها في القبو. وقفت هي عند الباب تراقب تحركات مايكل، فمايكل كسر ازاز الباب وخنقها بمنتهى القوه، بس لوري ضربته بطلقه في كف ايديه طيرت له صوابعه وقدرت تتخلص منه، وبسرعه نزلت استخبت في القبو وهي كمان. وقتها مايكل دخل البيت وفضل يتحرك في كل مكان وفجاه ما بقاش باين له صوت. هنا لوري خرجت من القبو وفضلت تفتش عليه في كل اوض البيت لحد لما لقيته. وكالعاده هما الاتنين ضربوا بعض بعنف شديد. في النهايه مايكل حدفها من الشباك. وقتها أليسون بتكون وسط البيت ونزلت استخبت مع كارين في القبو، وللأسف مايكل قدر يعرف مكانهم وكسر باب القبو عشان ينزل يقتلهم. ولكن كارين كانت مجهزة نفسها، وأول ما لقيته في وشها ضربته طلقة ورقدته في الأرض. وقتها لوري بتظهر فجأة وبتطعنه بالسكينة كذا طعنة وبعدين حدفته في القبو. فكارين وأليسون خرجوا بسرعة وقفلوا باب القبو بأسياخ حديد حادة جدا. وبنعرف ساعتها ان القبو ده عبارة عن فخ لوري جهزته بأعلى مستوى لأنها كانت عارفة ان مايكل هيرجع يطاردها في يوم من الأيام. كان في مواسير غاز في كل أنحاء البيت، ولوري بدأت تضخ منها غاز وبعدين ولعت النار، وطبعا مايكل والبيت اتحرقوا بالكامل. أما لوري وكارين وأليسون فبيكونوا خرجوا من البيت وركبوا العربية ومشوا من المكان. يلا بقى عشان نعرف ايه اللي حصل في هالوين 2021. بعدها صديق عربات المطافي وصلت بيت لوري عشان يطفوا الحريق، ومن غير ما يقصدوا حرروا مايكل وخرجوه من وسط النار. اما مايكل فرد لهم الجميل وخلص عليهم كلهم.
وبالنسبه للوري فبتكون كارين واليسون اخدوها على المستشفى لان حالتها كانت حرجه جدا. بنروح بعدها بقى للبار وبنشوف هناك تومي ولينسي وهم بيحتفلوا بالهالوين، ودول يا جدعان اللي كانوا اطفال في الجزء الاول لو انتوا فاكرين. ساعتها بيشوفوا الاخبار بتنقل تفاصيل حادث رجال المطافي، والشباب بيفهموا ان مايكل موجود في المدينه وان هو اللي عمل كل ده. فتومي ولينسي وكل الناس الموجودين في البار قرروا يبقوا ايد واحده ويتعاونوا مع بعض في قتل مايكل. في الوقت ده الشرطة بتروح المستشفى تحقق مع كارين وأليسون في الأحداث اللي حصلت، وأثناء التحقيق كارين وأليسون عرفوا إن مايكل لسه عايش وما ماتش زي ما هم فاكرين. وفورا كده كارين خافت على لوري لأن وارد جدا جدا مايكل يجي المستشفى يخلص عليها. فبيجي كاميرون صديق أليسون وقال لها أهل المدينة يتعاونوا مع بعض عشان يلاقوا مايكل ويخلصوا عليه. هنا أليسون عجبتها الفكرة وقررت تشاركهم في المهمة دي، وبالفعل كل الناس اتجمعوا وتومي بدأ يحط الخطة وقسموا نفسهم مجموعات. أول مجموعة بتنطلق كانت مجموعة لينسي، وللأسف مايكل هجم على العربية وخلص على كل اللي فيها إلا لينسي هي الوحيدة اللي قدرت تهرب منه يعني. بالنسبة لأليسون فبتكون في عربية تانية مع لوني وابنه كاميرون، وهم في السكة بيلاقوا تومي واقف قدام عربية لينسي وبيقول لهم واضح إنهم اتعرضوا لهجوم ولكن محدش منهم موجود. اما بدأوا يفتشوا المكان لقوا جثث مرمية في كل حتة، كمان بيلاقوا لينسي مصابة وبتقول لهم إن مايكل موجود قريب من هنا. وبالنسبة للوري فبتكون فايت وبتتفاجئ إن المأمور فرانك موجود معاها في نفس الأوضة وبيكون تحت تأثير المخدر لأنه لسه خارج من عمليات وكده. بعدها بنشوف تومي وصل المستشفى ومعاه لينسي عشان تتعالج، فدخل الأوضة لوري وعرفها إن مايكل لسه عايش. ساعتها لوري اتجننت وقامت من السرير بسرعة عشان تستعد لمواجهة مايكل. وقتها تومي بيشوف شخص شكله مريب كده في المستشفى وبيفتكره مايكل، وطبعا بيتخيل كده لانه عمره ما شاف مايكل من غير الماسك ولا يعرف شكله عامل ازاي اصلا. وبدأ هو وكل الناس يجروا ورا الراجل عشان يقتلوه، والحقيقه الراجل ده كان مجرد مريض نفسي وطيب جدا يا عيني، ومن شده خوفه من هجوم الناس عليه حدف نفسه من الشباك ومات للاسف. في نفس الوقت ده بنشوف لوني وكاميرون وأليسون لسه بيفتشوا على مايكل عشان يقتلوه. ساعتها لوني قال لهم احنا لازم نروح بيته نفتش عليه هناك، جايز نلاقيه ولا حاجه. بالفعل الشباب وصلوا البيت يا صديقي، ولوني دخل الاول عشان يشوف الدنيا فيها ايه، واول ما دخلوا الشباب سمعوا صوت ضرب نار وقلقوا جدا، عشان كده دخلوا البيت يشوفوا حصل ايه. فضلوا يفتشوا على لوني لحد لما كاميرون شافه مقتول ومتعلق في السقف. وقتها مايكل هجم على كاميرون وطعنه بالسكينه، واما أليسون حاولت تنقذه قام مايكل ضاربها وموقعها من على السلم. للاسف يا صديقي خلص على كاميرون ونزل لأليسون عشان يخلص عليها هي كمان. فكارين بتوصل في الوقت المناسب وطعنت مايكل بالجرافة كذا طعنة، وبعدين أخذت الماسك من على وشه وقالت له لو عايز الماسك بتاعك تعالى خده مني. وفضلت تجري وتجري وهو بيجري وراها لحد لما استدرجته لحد المكان اللي موجود فيه كل أهالي المنطقة. وفي لحظتها الأهالي هجموا عليه وضربوه بكل أنواع الأسلحة، لقوا كمان بالشوم والسكاكين وكمان بطلق ناري لحد لما لقوه في الأرض وافتكروا مات. وقتها كارين بتسيبهم بقى وبتروح عند بيت مايكل عشان تطمن على أليسون، ولكن يا صديقي مايكل بيفاجئ كل الناس وبيقوم من على الأرض وهجم على كل الموجودين وخلص عليهم، وبيكون من ضمنهم تومي. وبالنسبة لكارين فبتكون دخلت بيت مايكل وطلعت تبص على العالم من شباك أوضته. وقتها مايكل بيجي من وراها وطعنها كذا طعنة بالسكينة لحد لما خلص عليها. ساعتها لوري اتصلت بيها عشان تطمن عليها، واما السكة اتفتحت سمعت صوت أنفاس مايكل وفهمت انه تخلص من بنتها. هنا لوري أخذت السكينة وانطلقت عشان تفتش على مايكل عشان تنتقم منه وتخلص عليه. عشان كده نروح الفيلم على هالوين 2022 عشان نعرف ايه اللي حصل. بعد الأحداث دي صديقي بسنة، وتحديدا كده يوم عيد الهالوين سنة 2019، بنتعرف على شاب اسمه كوري، وهو بيكون جليس أطفال وكان في طريقه لبيت الطفل جيرمي عشان يقعد معاه لأن أهله خارجين يحتفلوا بالهالوين وكده يعني. وبالفعل يا صديق كوري ده بقى وجيرمي سيروا مع بعض واتفرجوا على فيلم رعب. فجيرمي قال له يا عم افتح لنا قناة محمد نيرو عايزين نتفرج على ملخص حلو كده ولا حاجة، الفيلم ده مش هياكلنا عيش، هات لنا ملخصات محمد نيرو أحسن. فراح جايب له ملخصات محمد نيرو وقعدوا يتفرجوا وشربوا شاي واشتركوا في القناة وعملوا لايك والدنيا كانت جميلة يعني. فجيرمي سأل كوري إذا كان بيخاف ولا لأ، فكوري قال له لا أنا كبير والكبار مش بيخافوا، خصوصا ملخصات محمد نيرو أنا مش بتخوف ولا حاجة. فسابه ودخل المطبخ يشوف حاجة يشربها. وقتها سمع جيرمي وهو بيصرخ وبيطلب مساعدة، فكوري أخذ بعضه وطلع الدور اللي فوق ودخل يفتش عليه في الأوضة. جيرمي قفل الباب بتاع الأوضة من بره وطلع إنه بيعمل مقلب في كوري. كوري اتعصب جدا وفضل يقول له افتح الباب، ولكن الواد بقى يضايقه أكتر وأكتر. هنا كوري اتعصب أكتر وكسر الباب بكل قوته، وللأسف جيرمي كان واقف ورا الباب مباشرة، أما اتفتح بقوة الولد وقع من على السلم ونزل مقتول. في نفس الوقت ده كان أهله وصلوا البيت وشافوا المنظر واتهموا كوري إنه قتله،
واما الشرطه جت تقبض عليه فضل يقول لهم دي حادثه ما كانش قصدي اني اقتله، ولكن ما حدش صدقه واتقبض عليه. بعد مرور 4 سنين على الاحداث دي توصل معانا لوري ستورد، بنعرف انها اشترت بيت جديد لانج يعني بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت لها، وكمان اخذت اليسون حفيدتها تعيش معاها لان مايكل قتل ابوها وامها الجوزين اللي فاتوا. وكمان بنعرف ان مايكل اختفى تماما من بعد الاحداث الاخيره، والى حد ما يعني لوري بدات تعيش حياتها طبيعي من غير قلق وخوف. بالنسبه لكوري فبيكون خرج من السجن لان التحقيقات اثبتت انها كانت حادثه فعلا بعد 4 سنين. وبنعرف كمان انه بيشتغل في ورشه تصليح عربيات مع رونالدز جوز امه. وساعة البريك كوري راح الماركت يجيب ازازة عصير، وقابله شلة شباب متنمرين وفضلوا يرخموا عليه بسبب الحادثة اللي حصلت، وبقوا يقولوا له يا قاتل الأطفال. وقتها كوري اتعصب جدا يا صديقي وكسر الإزازة بإيده، وللأسف إيديه بدأت تنزف. وقتها لوري كانت موجودة في المكان وبعدت الشباب عنه، وبعدين اخدته على المستشفى اللي بتشتغل فيها اليسون عشان تعالج الجرح اللي في ايديه. اول ما اليسون شافت الواد اعجبت بيه جدا على طول، وهو كمان اعجب بيها. اثناء ما كانت بتخيط له الجرح اتكلموا شويه وعرفت انه بيصلح عربيات، فقالت له عربيتي فيها مشكله وممكن اعدي عليك بكره عشان تصلحها. بالفعل تاني يوم اليسون راحت لكوري الورشه والعلاقه بينهم بدات تتطور شويه، وعلى اخر اليوم اليسون اخذت معاها البار عشان يسهروا مع بعض. وهناك والده الطفل جيرمي شافت كوري وفضلت تزعق فيه وتقول له برغم ان الشرطه افرجت عنك بس انا واثقه انك قتلت ابني عن عمد. وقتها كوري اعصابه انهارت جدا من كلامها وخرج من الحفله لوحده وهو متعصب ومتضايق. وهو في السكه بقى بيقابلوا الشباب المتنمرين دول التاني، والمره دي ضربوه علقه جامده جدا وكمان كسروا له النضاره، وفي النهايه حدفوه من فوق الكوبري. فبيجي شخص مجهول كده سحبه ودخل بيه جوه ماسوره الصرف الصحي، واما كوري بيفوق بيكتشف ان اللي سحبه ده يبقى مايكل مايرز. وقتها مايكل خانه عشان يقتله، ولكن لما شاف الشر اللي في عين كوري لقاه نفس الشر اللي في عيونه هو كمان، عشان كده سابه وما قتلوش. على الناحيه التانيه لوري كانت واقفه في شباك اوضتها وشافت كوري واقف يبص على بيتها من بعيد، وكان يشبه مايكل جدا في وقفته ونظرته دي. وقتها لوري قلقت منه ونزلت تشوفه جاي هنا ليه، واتضح انه جاي عشان يعتذر لأليسون انه سابها امبارح ومشي من الحفله. فلوري بصت في عيونه وحست ان الشر اللي فيها يشبه الشر اللي في عيون مايكل، وبدات تخاف وتقلق على أليسون منه. وقتها كوري اخذ أليسون على البيت بتاع الطفل جيرمي وحكى لها موضوع الحادثه، وقال لها انا من يومها وانا بقيت مش متزن نفسيا، خصوصا يعني بسبب التنمر اللي بتعرض له. هنا أليسون تفهمت حالته النفسيه وقررت تفضل جنبه وتدعمه. اصيله يا أليسون والله. على بالليل هما الاتنين بقى راحوا يتعشوا في مطعم رايق كده، وهناك بيشوفهم الضابط دوج، وبنعرف ساعتها انه معجب بأليسون. وما شافها مع كوري راح قال لها ها بتنفضي لي عشان بتحبي قاتل الاطفال ده، وفضل يقلل من كوري جامد. فكوري قال له ايه يا عم ده انت حتى اسمك دوج. لا هو ما قالوش كده يعني، هو الصراحه اتعصب جدا وكان هيتخانق معاه ولكنه مسك نفسه بالعافيه يعني ومشي. بعدها كوري اخد أليسون ورجعها على البيت. ساعتها لاحظ ان دوج ماشي وراه بالعربيه وبيراقبه، فكوري استدرجه وراح عند ماسوره الصرف اللي عايش فيها مايكل. اما دوج فبلع الطعم وراح وراه زي العبيط بالظبط. اول ما دخل الماسوره كوري كتفه ومايكل هجم عليه وطعنه بالسكينه طعنات كتير جدا وهوبا الراجل مات. وبكده الشر اللي جوه كوري بدأ يظهر، وبمساعدة مايكل بدأ يتخلص من أي حد يضايقه. بعد الأحداث دي كوري أخذ بعضه وراح لأليسون البيت، وقتها بنشوف مايكل راح وراه وعرف بيت أخته لوري بعد كل السنين دي. وعلى ثاني يوم بنشوف أليسون وهي في شغلها ومتعصبة جدا لأن الدكتور رقى زميلتها برغم إن هي اللي كانت تستحق الترقية دي. وعلى آخر اليوم بقى بنشوف الدكتور شاقت الممرضة في بيته عشان يحتفلوا مع بعض. وقتها كوري اقتحم البيت وقتل الدكتور لانه زعل أليسون ومرقهاش. الممرضه شافت المنظر ده وفضلت تصرخ من الخوف ودخلت الاوضه وقفلت الباب، ولكن فجاه كده بتلاقي مايكل موجود في الاوضه وطعنها بالسكينه وخلص عليها. والغريب ان بعد كل جريمه قتل كوري بيروح ياخد أليسون يخرجها ولا كانه عمل اي حاجه. وعلى تاني يوم بنشوف كوري نايم في بيت جيرمي ولوري بتروح له هناك وبتقول له يبعد عن أليسون. فكوري قال لها لو انا ما اخدتهاش مش هسيبها لحد غيري. هنا لوري اتأكدت 100% ان الواد ده مختل عقليا، عشان كده سابته ومشي بكل هدوء عشان تفكر هتعامل معاه ازاي. وقتها كوري اتصل بأليسون وقال لها جدتك جت هددتني لو ما بعدتش عنك هتقتلني، وقال لها احنا لازم نهرب من هنا، واتفق معاها انه هيقابلها في المطعم الساعه 9 بالليل. وبعد ما قفل معاها راح لمايكل واعتدى عليه واخد منه القناع بتاعه. طبعا هو عمل كده عشان الناس تخاف منه وكده. وبعدين اخد بعضه وراح للشباب المتنمرين وخرب العربيه بتاعتهم. اما الشباب شافوا عملته دي جروا وراه عشان يضربوه،
وبصوا لقوا نفسهم وصلوا الورشه اللي هو بيشتغل فيها، وفضلوا يفتشوا عليه يمين وشمال ما لقاهوش. بس فجاه كده ظهر لهم وهو لابس قناع مايكل وخلص على الواد وبنتين منهم، وما تبقاش غير ولد واحد بس، وده راح لرونالد يطلب منه المساعده. فرونالد يا صديقي جه يتكلم مع كوري بالعقل كده عشان يهدى. وقتها الشاب ده ضرب طلقه على كوري عشان يقتله، ولكن الطلقه يا صديقي جت في رونالد ومات للاسف. فكوري اختفى فجأة كده، وبعدين رجع ظهر من تاني وضرب الواد على دماغه ورقده في الأرض، وبعدين ولع فيه. واما رجع البيت دخل اخد سكينه من المطبخ، وللاسف قتل امه هي كمان لانها كانت بتعامله بعنف طول الوقت. في الوقت ده بنشوف أليسون مستنياه في المطعم عشان يهربوا زي ما كانوا متفقين. اما لوري فكانت متاكده ان كوري هيجي لها البيت عشان يقتلها، وبالفعل لاحظت انه موجود في البيت، فعملت حيله كده وعملت نفسها بتبعت رساله صوتيه لأليسون بتقول لها انا هنتحر لاني مش هقدر اعيش من غيرك، وبعدين ضربت طلقه بالمسدس. ساعتها كوري فتح باب الاوضه واتفاجئ ان لوري في وشه وما انتحرتش ولا حاجه، وكمان قامت ضربتها الاتنين في كتفه وقعته من على السلم، ونزلت وراه عشان تواجهه بحقيقته المؤذيه، وقالت له مش هسمح لك تقرب من أليسون وتاذيها. ساعتها كوري سمع عربيه أليسون وقف قدام الباب، وفي لحظتها كده طعن نفسه بالسكينه في رقبته عشان يوهم أليسون ان جدتها هي اللي قتلته. وبالفعل هو ده اللي حصل، وأليسون اتهمت جدتها انها قتلت حبيبها وسابت لها البيت ومشيت. وقتها مايكل وصل بيت لوري واخد القناع بتاعه ولبسه. لما راح ياخد السكينه من جنب كوري مسكه من ايديه وحاول يعتدي عليه، ولكن مايكل مسكه من دماغه بقوه لحد لما كسرها وخلص عليه. ايه يا ده انت نسيت نفسك ولا ايه؟ في الوقت ده بنشوف أليسون وهي معديه من قدام الورشه، وعرفت ان كوري قتل الشباب وان جدتها كان عندها حق في حكمها عليه. اما ابننا مايكل فبدا يفتش على لوري في كل انحاء البيت عشان يقتلها، واول ما اكتشف مكانها لوري دافعت عن نفسها وضربته بطفايه الحريق على دماغه، وبعدين الاتنين طحنوا بعض ضرب يا معلم وخد وهات كده. وفي النهايه لوري رشقت السكاكين في ايد مايكل وثبتته في الترابيزه، وبعدين قالت له انا قبل كده هربت منك وكمان طردتك وواجهتك وحاولت اقتلك اكتر من مره، حتى اوقات سامحتك، يمكن عندك مشاكل نفسيه بتخليك تعمل كده ولا حاجه، بس دلوقتي انا هلغي مشاعري خالص وهخلص عليك. وبالفعل قتلته بالسكينه، بس كالعاده مايكل لازم يحط التاتش بتاعه وخنقها بايديه. ساعتها أليسون بتكون وصلت ودخلت أنقذتها على آخر لحظة، والاتنين فضلوا يقطعوا جسم مايكل بالسكينة. ومش بس كده، ده كمان أخدوا جثته وربطوها على السقف بتاع العربية ومشوا بيه في كل أنحاء المدينة عشان الناس كلها تشوفه وهو مقتول، وعشان يتأكدوا إنه مش هيرجع للحياة من تاني أخدوه على مفرمة الحديد اللي في ورشة رونالد وحدفوه جواها وجسمه اتفرم بالكامل. وبكده مايكل يا صديقي انتهى للأبد. لحد هنا بتنتهي الأحداث اللي بالتسلسل زي ما قلت لكم في أول الفيديو، ولكن أفلام مايكل لسه ما خلصتش يا صديقي. ليه بقى؟ في جزئين، 2007 الجزء ده و2009، دول زي ريبوت كده للجزئين الأولانيين في سلسلة، ولكن بتفاصيل شوية زيادة يعني، وبيشرحوا الطفولة بتاعته أكتر وأكتر، بيستعرضوا فيها حياة مايكل بالتفصيل زي ما قلت لك، يعني من وقت ما كان طفل لحد لما تحول لقتل. وبرضه هنلاقي فيهم نفس الشخصيات كده، بس يعني في شوية حاجات مختلفة كده. فلحد هنا انت بالنسبة لك السلسلة خلصت. لو عايز تكمل الفيلمين الجامدين دول بالمناسبة اللي هم يعني أحسن من الجزئين الأولانيين، هم ريبوت ليهم وأحسن منهم في كل حاجة حرفيا، لو عايز تكملهم كملهم، مش عايز تكملهم حد هنا وقفل الفيديو وروح على الخاتمة على طول كده، قدم الفيديو ومالكش دعوة بالجزئين دول. بس برضه ايه، هتتضايق لو انت ما شفتهمش، هتحس ان فاتك حاجه، فشوفهم يعني دول 10 دقايق يعني في السريع. المهم نخش على فيلم هالوين 2007. تبدا احداث فيلمنا صديقي بظهور مايكل وهو لسه طفل عنده 6 سنين، وكان قاعد قدام بيته وهو لابس قناع على وشه وفي ايديه فار بيلعب معاه. بنتعرف بعدها على والدته اللي بيكون اسمها ديبورا وصاحبها الروني، وده بيكون عايش معاهم في البيت. بنلاحظ انه على طول خلقه ضيق وبيزعق. وكمان بنشوف اخوات مايكل الكبيره جوديث والصغيره لوري، وساعتها جوديث راحت تنادي على مايكل عشان ياكل، بس وقتها مايكل كان في الحمام بيغسل ايديه وكمان بيغسل المشرط، ايوه زي ما سمعت كده المشرط، لانهم كانوا غرقانين دم. وبعدين بينزل يقول لامه ان الفار بتاعه مات ورماه، فامه حضنته وقالت له هجيب لك جيرة يا حبيبي. بعدها مايكل بيروح المدرسه وهناك بيكون في ولدين بيرخموا عليه وفضلوا يعايروه ان امه رقاصه واخته جوديث سلوكها سيء. طبعا مايكل اتضايق جدا جدا جدا، هو والولدين ضربوا بعض، وعشان كده مدير المدرسة استدعت ديبورا. لما ديبورا وصلت قابلها دكتور سام وقال لها أنا دكتور نفسي لعلاج الأطفال، وبيوريها قطة ميتة لقوها في شنطة مايكل وكمان صور لحيوانات مقتولة. وسام بيقول لها إن مايكل مؤذي جدا جدا وبيحب يشوف الحيوانات بتتألم. ساعتها مايكل سمع الكلام ده واتضايق جدا،
فأخد بعضه وراح لبس الماسك بتاعه ومشي ورا الولد اللي ضربوه في المدرسة، ووقف استناه في مكان مقطوع واستفرد بيه وفضل يضربه بالعصاية لحد لما خلص عليه. في نفس اليوم ده بيكون ليلة الهالوين، ومايكل بيطلب من أمه تخرجه، بس هي اعتذرت له لأن عندها شغل في النايت كلاب وبتوصي جودز تتخرجه هي، ولكن جودز بتنفض له وبتقعد في البيت تحتفل مع حبيبها ستيف. ساعتها ستيف كان لابس قناع مخيف كده بمناسبة الهالوين وكان بيفرجوا لجودز. وقتها مايكل زعل جدا وقعد قدام باب البيت وهو حزين، وبعد شويه دخل البيت ولقى روني نايم قدام التلفزيون، فدخل على المطبخ واخد سكينه وبكره لزق وراح لف اللزق على روني وثبته في الكرسي وبعدين قتله بالسكينه وخلص عليه. وقتها ستيف نزل المطبخ عشان ياكل، اما مايكل هجم عليه بعصايه البيسبول وخلص عليه هو كمان. وبعدين طلع لجوات في الاوضه بتاعتها ولبس الماسك بتاع ستيف وطعنها بالسكينه في بطنها، وبعد ما خلص عليها نزل لوري اخته الصغيره وقال لها هابي هالوين وبسها من راسها. واما ديبورا وصلت البيت لقت مايكل قاعد في الشارع هو ولوري، وللاسف اكتشفت الجرائم اللي ارتكبها مايكل. وسريعا كده الشرطه وصلت المكان وقبضوا على مايكل ونقلوه على مصحه الامراض العقليه سميث جروف، والمصحه بيعينوا دكتور سام عشان يبقى الدكتور الخاص لمايكل. واما سام بيتكلم معاه عن ليله الحادثه، مايكل قال له انا مش فاكر حاجه وبينكر انه قتل حد اصلا. وفي المصحة بيكون مايكل محجوز في أوضة لوحده، والحارس الخاص بيه بيكون شخص اسمه إسماعيل وبيكون شخص طيب جدا وبيعامل مايكل كويس جدا جدا. وأما سام فكان في جلسة بيقعد فيها مع مايكل ما كانش بيفهم منه حاجة ولا كان عارف يحدد هو بيعاني من إيه بالظبط، وجلسة ورا جلسة ورا جلسة بدأ مايكل إنه ما بيتكلمش خالص وحالته النفسية بدأت تتدهور أكتر من الأول، وانشغل طول الوقت في صناعة الماسكات عشان يلبسهم لأنه كده بيكون مرتاح. وفي يوم كده بتيجي ديبورا تزور مايكل وبتقعد هي ودكتور سام معاه، وبعد شويه بيخرجوا من الاوضه يتناقشوا في تطورات حاله مايكل وبيسيبوا معاه الممرضه. وللاسف الشديد يا صديقي مايكل هجم على الممرضه وخلص عليها. ساعتها ديبورا انهارت جدا وما بقتش مصدقه اللي حصل. اما بترجع البيت بتقعد تتفرج على فيديوهات مايكل وهو لسه طبيعي، وبتكون حزينه جدا على الحاله اللي وصلها، عشان كده بتجيب مسدس وبتقتل نفسها لانها خسرت كل عيلتها. وقتها بنسمع لوري وهي بتعيط من الخوف والفزع. بعد 15 سنة على الأحداث دي بنعرف إن إسماعيل حارس مايكل هيتقاعد بعد 3 شهور. بنشوفه هو بيعلم الحارس الجديد طبيعة الشغل في المصحة وبيعرفه إنه لازم يتعامل مع مايكل بحذر شديد، وبعدين بياخده على أوضة مايكل عشان يعرفه عليه. وبنشوف أوضة مايكل مليانة بالأقنعة اللي هو بيصنعها. وقتها الحارس حاول يمسك قناع منهم ولكن إسماعيل منعه يلمسهم لأن ده بيخلي مايكل يتضايق. وقتها دكتور سام جه يزور مايكل وقال له دي آخر مرة أشوفك فيها لأن المصحة عينت دكتور تاني يتابع حالتك، وبعدين سابه ومشي. آخر اليوم بنشوف الحارس الجديد وهو سكران طينة. وقتها دخل أوضة مايكل وفضل يرخم عليه ولبس الأقنعة بتاعته، وبسبب كده مايكل هجم عليه وقتله. وبعد شوية وقت الحاج إسماعيل دخل المصحة وتفاجئ إن كل الحراس مقتولين. أما مايكل قرب منه عشان يقتله، إسماعيل فضل يترجاه يسيبه ولكن مايكل ما تأثرش بكلامه وخلص عليه هو كمان. بعدها بتيجي مكالمة لدكتور سام وبلغوه إن مايكل هرب من المستشفى، ومايكل فعلا بيكون وقتها هرب وراح على مغسلة العربيات، وللأسف قتل العامل عشان ياخد لبس يلبسه. وتاني يوم بيكون 31 أكتوبر يوم عيد الهالوين، وبنشوف لوري بعد ما كبرت وبتكون عايشة مع عائلة سترود، العيلة اللي تبنتها بعد وفاة أمها. لوري خرجت من البيت عشان تروح المدرسة، وفي سكتها بتقابل الطفل تومي، وده بتكون لوري الجليسة بتاعته، يعني بتقعد معاه وهم أهله مش موجودين وكده. في نفس الوقت ده بنشوف مايكل رجع البيت بتاعه واخد السكينة اللي قتل بيها جوث وكمان لبس الماسك بتاع ستيف. بالنسبة للوري فبتكون قاعدة في المدرسة مع زمايلها آني وليندا، ومن الشباك بتشوف مايكل واقف من بعيد بيبص لها. بعد انتهاء اليوم الدراسي البنات بيروحوا مع بعض، وفي السكة بيقابلهم المأمور براكيت والد آني واخد بنته معاه عشان يوصلها. وقتها بنشوف دكتور سام وصل مدينة هادونفيلد وراح على المقابر عشان يزور مقبرة ديبورا، وبيتفاجأ ان القبر مفتوح والجثة مش موجودة، فعلى طول فهم ان مايكل موجود هنا. على بالليل بنشوف ليندا وصاحبها بوب وصلوا عند بيت مهجور كده وقرروا انهم يدخلوا يقضوا وقت لطيف مع بعض، بس للأسف مش بيلحقوا لأن مايكل كان بيراقبهم ودخل خلص عليهم. وبالنسبة لوري فبتكون موجودة في بيت تومي عشان تخلي بالها منه. في الوقت ده مايكل هجم على بيت عيلتها وللأسف قتل أبوها وأمها. أما أني بقى يا صديقي فبتاخد أختها الصغيرة لينسي وبتوديها بيت تومي عشان لوري تخلي بالها منها، وعملت كده عشان بتكون عايزة تسهر في البيت لوحدها مع حبيبها بول. بالنسبة لسام فبيروح على الاسم وبيبلغ المأمور براكيت إن مايكل هرب من المصحة وإنه موجود هنا عشان يقتل أخته لوري، فبراكيت أخد سام واتجهوا لبيت سترود عشان يأمنوا لوري. في الوقت ده بقى بنشوف مايكل هجم على بيت آني وخلص على بول وطعن آني طعنات كتيرة جدا، فلينسي كانت زهقت وفضلت تعيط وطلبت من لوري إنها ترجعها البيت.
فلوري اخدتها فعلا وراحوا البيت، واول ما دخلت شافت جثه بول متعلقه، يعني كانت سايحه في دمها حرفيا ولكنها لسه عايشه. فلوري قالت لينسي تروح على بيت الجيران وبلغ الشرطه. وقتها كان مايكل كان مستخبي ورا الباب وخرج فجاه وبدا يهاجم لوري، ولكن يا صديقي لوري قدرت تهرب منه وراحت على بيت تومي. فاتنين من الشرطه وصلوا المكان بس مايكل قتلهم وكمان خطف لوري. وقتها سام وبراكت وصلوا البيت ولقوا ان حالتها صعبه جدا، فبراكت اتصل بالاسعاف تيجي تنقلها المستشفى، وسام راح يفتش على لوري. بالنسبه لوري فبيكون مايكل اخدها على بيتهم القديم، وبتلاقي هناك جثه ديبورا وليندا صاحبتها. اما مايكل فوراها صوره ليهم مع بعض وهم صغيرين، بس لوري ما كانتش فاهمه حاجه لانها ما تعرفش ان اخوها. سريعا كده اخذت السكينه وضربته في كتفه وحاولت تهرب منه. فسام ظهر فجاه وضرب 3 طلقات على مايكل وافتكر انه مات، وعشان كده اخد لوري على العربيه عشان يمشوا. ولكن اتفاجئوا ان مايكل لسه عايش وهجم عليهم وخطف لوري تاني ورجعها على البيت. فسام دخل وراه وقال له لوري ملهاش ذنب في اي حاجه. فمايكل ساب لوري ومسك في خناق سام، والاتنين طحنوا في بعض وفي النهايه وقعوا من فوق السور وفقدوا الوعي. فلوري لفت المسدس بتاع سام واخدته وراحت ضربت مايكل 3 طلقات، وبرغم كده اتفاجئت ان مايكل لسه عايش وماسكها من ايديها. نخش بقى على فيلم هالوين 2009. بنشوف بعدها لوري وهي ماشيه على الطريق وفي ايديها المسدس. ساعتها شافها براكت وقرب منها واخد منها المسدس، بعدين اخدها على المستشفى عشان كانت متبهدله حرفيا. بالنسبه لمايكل فبيكون 2 من الشرطه اخدوا جثته معاهم في العربيه عشان يودوه المشرحه، ولكن هم في الطريق بيخبطوا في بقره وللاسف واحد منهم مات والتاني كان بينزف وحالته صعبه. اما مايكل فبيكون لسه عايش ونزل من العربيه وراح قتل الشخص اللي بينزف ده وفصل راسه عن جسمه. بعدها مايكل بيتخيل ان امه واقفه قدامه وبتبص له وجنبها حصان ابيض. وبالنسبه للوري فبتكون لسه في المستشفى وراحت على اوضه اني عشان تطمن عليها. فجاه كده بتلاقي مايكل ظاهر قدامها، واما حاولت تهرب منه ولقيت كل الموجودين في المستشفى ومقتولين، فاخدت بعضها وراحت تتحامى في الحارس. ولكن مايكل بيجي يقتله هو كمان. اما قرب من لوري عشان يقتلها، لوري بتصحى من النوم وبنكتشف ان كل ده كان مجرد حلم. اما بتفوق كده بتفضل تقول لنفسها ما تخافيش مايكل ميت دلوقتي، لان بيكون فات على احداث الجزء اللي فات 2 سنين بالظبط يا صديقي. وحاليا لوري عايشه مع صاحبتها اني وابوها براكت في بيتهم، لان مايكل قتل عيلتها الجزء اللي فات. كمان بنعرف ان لوري بتتابع حالتها مع دكتوره نفسيه وبتحكي لها عن مخاوفها من مايكل، وانها دايما بتشوف كوابيس مزعجه وتتخيل حاجات في دماغها. وبالنسبه لدكتور سام فبنعرف انه استغل الاحداث اللي حصلت مع مايكل وعمل منها كتاب، وكمان عمل ندوه كده عشان الناس تتناقش معاه تفاصيل الكتاب وكده يعني. وبالنسبه لمايكل بقى فبيروح حظيره كده في حقل معزول عن الناس، وهناك بيتخيل امه واقفه قدامه، وبيتخيل انه شايف نفسه وهو صغير، وكمان بيتخيل ان امه بتقول له الهالوين قرب وانت لازم تستعد. وقتها اصحاب الحقل ده وصلوا وضربوا مايكل عشان بيتردد على مكان كتير وهم قلقانين منه. وبعد ما انتهوا من الضرب راحوا ركبوا العربيه عشان يمشوا، ولكن مايكل يا صديقي ما سابهمش، قام لابس القناع بتاعه وهجم عليهم وقتلهم كلهم. بعدها مايكل تخيل نفسه وهو صغير وهو مع امه، وهما الاثنين كانوا بيبصوا على اخته لوري وهي نايمه. امه قالت له لازم انت واختك تتجمعوا من تاني. عشان كده مايكل رجع تاني على مدينه هادونفيلد قبل الهالوين بيوم. واما لوري فكانت بتتخيل امها قدامها في كابوس مرعب برغم انها ما تعرفوش. اما بتصحى بتروح تاخد ادويه مهدئه عشان تفوق كده. بالنسبه لمايكل فبيكون وصل الملهى اللي امه كانت بتشتغل فيه، وفي سكته كده خلص على الحارس ودخل المحل، وجوه بيلاقي امه واقفه مستنياه وبتقول له انا مش هينفع ارجع للحياه من تاني، وعشان ده يحصل لازم تعمل نهر من الدم. طبعا كل ده بيحصل في مخيله مايكل وملوش علاقه بالواقع خالص. وعلى تاني يوم اللي هو يوم عيد الهالوين مايكل بيشوف بوستر لغلاف الكتاب بتاع سام، والكتاب بيكون اسمه ولد ليقتل. طبعا هو مستغل الموضوع يعني عشان الفلوس والشهره. بالنسبه لوري فبتكون قرت كتاب دكتور سام، ومن الاحداث عرفت انها تبقى اخت مايكل. طبعا اتصدمت جدا لما عرفت كده، فاخدت بعضها وراحت تفك شويه عند 2 صحابها وبيكون اسمهم مايا وهارلي. واخر اليوم البنات بيروحوا يحضروا حفله الهالوين، وهناك مايكل بيظهر فجاه وبيقتل هارلي واصحابها. اثناء الحفله تمام والشباب بيرقصوا وكل حاجه بتبقى رايقه، لوري بتتخيل امها واقفه قدامها وبتجيلها نفس الهلاوس، وبتتخيل ان مايكل بيهجم عليها. عشان كده اتضايقت جدا وقررت انها تاخد مايا ويرجعوا على البيت بتاع اني. وقدام باب البيت بنشوف ان براكت معين ضابط يقف حارس امن عشان يخلي باله من اني وكده. وبرغم كده مايكل هجم على الضابط وخلص عليه ودخل البيت وبدا يطارد اني. وقتها لوري ومايا كانوا وصلوا بالسلامه، وما دخلوا لقوا اني مرميه في الارض ومقتوله. ساعتها لوري طلبت من مايا تكلم الشرطه، فمايا خرجت بره عشان تكلمهم، بس للاسف مايكل هجم عليها وقتلها هي كمان. اما لوري فهربت من البيت بسرعه وطلعت على الطريق، وهناك بتوقف عربيه كده وتطلب من السواق ياخدها من هنا بسرعه. فالسواق ركبها في العربيه، وقبل ما هو يركب مايكل جه خلص عليه وكمان قلب العربيه وهي لوري جواها.
وبعدها بنشوفه شال لوري واخدها على الحظيره اللي في الحقل، وبيكون ماشيه جنبه مامته وشكله وهو صغير. اما المأمور براكت فبيكون وصل البيت واكتشف ان اني ماتت وفضل يبكي من حزنه عليها. ساعتها بيجي الضابط يبلغه ان في شخص مقتول على الطريق، وان في حد شاف مايكل وهو شايل بنته ورايح بيها في اتجاه الشمال. بالنسبه للوري فبتكون بتتخيل امها واقفه قدامها زي ما مايكل بيتخيلها، لكن لوري ما بتكونش عارفه ان دي امها، وفضلت تسألها انت مين؟ فديبورا قالت لها قولي ورايا بحبك يا امي. في الوقت ده الشرطه دهمت المكان، والمداهمه كانت بتتذاع في بث مباشر على التلفزيون وبيشوفها دكتور سام. فسريعا كده اخد بعضه وراح المكان وطلب من براكت انه يدخل يتكلم مع مايكل، وبكل هدوء كده قال لمايكل سيب لوري تمشي معايا. بس مايكل كالعاده كان عنيف جدا وهجم على سام، والاتنين خرجوا بره الحظيره. وقتها مايكل شال القناع من على وشه ونطق لاول مره من سنين وقال لسام انت لازم تموت، وقام طعنه بالسكينه. ساعتها الشرطه ضربت نار كتير جدا على مايكل وخلصوا عليه. وقتها ديبورا فضلت تقنع لوري في مخيلتها ان سام هو السبب في كل اللي حصل لهم وبتشجعها تقتله، وبالفعل لوري خرجت من الحظيره ومسكت السكين عشان تقتل سام، ولكن الشرطه ضربوا عليها نار ورقدوها في الارض. وبعد فتره بنشوف لوري محجوزه في مصحه نفسيه ولسه زي ما هي بتشوف امها وجنبها الحصان الابيض واقفين قدامها. لحد هنا بتنتهي احداث الفيلم وبتنتهي احداث السلسله بالكامل. يا صوتي راح والله العظيم. انتوا لو ما عملتوش لايك على الفيديو ده بجد انا مش هعمل فيديوهات طويله تاني. اعمل لايك واعمل اشتراك على الفيديو ده. حابب اقول لك على حاجه او حاجتين او 3 حاجات مهمين يعني. اول حاجه ان فيلم مايكل او فيلم هالوين يعني الجزء الثالث ما تلخصش في السلسله دي كلها. ليه؟ لانه ملوش اي علاقه بالسلسله دي اصلا يعني. فيلم ملوش اي لازمه في الدنيا وفي السلسله وفي الحياه عموما يعني، عشان كده ما لخصتوش. تاني حاجه حابب اقول لك ان في كذا ترتيب للسلسله دي. اول ترتيب اللي هو ترتيب الزمني الاحداث اللي انا قلته لك ده. في ترتيب الزمني لوقت نزول الافلام وده مش هيعجبك قوي يعني او ممكن يتوهك، هسيبه لك تحت برضه بالتعليقات. وفي ترتيب الزمني الحديث يعني هو بيتكون بس من 4 افلام تقريبا او 3 افلام اللي هم اول جزئين، وبعد كده دخلوا على الفيلم الجديد على طول اللي هو 2022 ده. هسيب لك برضه الترتيب ده تحت في التعليقات. خش على الترتيبات كده او في الوصف برضو هتلاقي الترتيبات دي كلها موجوده، خش عليها ويعني كل واحد اتفرج بالترتيب اللي انت عايزه. احسن ترتيب هو الترتيب اللي انا قلت لك ده اللي فيه كل الافلام تقريبا وبطريقه حلوه كده وشيقه. فيا صديقي ما تنساش انك تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان الواحد تعب جدا الفيديو ده. واكتب لي تحت في التعليقات عايزين الشخصيه الجايه تبقى مين؟ هل عايزين فريدي ولا عايزين جيسون؟ بالنسبه لجيسون فاحنا عملنا قبل كده ملخص لافلامه بس ما كانتش بشكل حلو ودقيق، فالمرة الجاية يعني الفيديو الجاي هيبقى بشكل أحسن بكتير يعني. فأشوف عايزين فريدي ولا جيسون. والله صوته راح بجد. صوتي راح خالص يعني. شوفوا الفيديو الجاي. بس قبل ما أقفل عايز أقول لكم طول ما أنت متضايق ومهموم وزعلان اعمل خير وقرب من ربنا، صدقني هتبقى كويس. شوفوا الفيديو الجاي، يلا سلام.